في احدى الليالي الهادئه بينزل كان غريب من السماء وبيدخل اوضه احد الشباب، بيحاول يخترق جسم الواد ويدخل من ودنه، ولكن بيكون لابس سماعه ومش هيعرف يدخل منها، فبيقرر يدخل من مناخيره. واول ما بيجي داخل الواد بيصحى في اخر لحظه وبيبعدوا عنه، بيقوم من على السرير وهو مرعوب وبينده على ابوه وامه علشان يساعدوه، ولكن الطفيلي بيهجم عليه تاني وبيخرم ايده وبيدخل منها. الواد بيقلق جدا وبيربط سلك السماعه على ايده علشان يطلعه تاني. الاب والام هم كمان بيدخلوا الاوضه وبيشوفوه هو بالمنظر ده، بيقولوا له مالك يا ابني، ايه اللي انت عامله في ايدك ده؟ الواد بيقول له الحقني يا بابا، في كائن طفيلي خرم ايدي ودخل فيها، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. الاب بيقول له تهيؤات تاني، مش هتبطل خوفك من الحشرات ده، ولو حتى يا عم كلامك صح، فين الخرم اللي في ايدك اللي انت بتتكلم عنه؟ الواد بيبص على ايده كده ولكن ما بيلاقيش حاجه، بيطمن وبيقول الحمد لله، يمكن كنت بحلم ولا دي تهيؤات ولا حاجه. وبالمناسبه اسم الولد ده هو تشينيتشي. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيصحى تشينيتشي من النوم وهو تعبان جدا وما بطلش تفكير في اللي حصل له بالليل. ابوه بيقول له يا دي استرجل بقى، خليك جريء وياك تخاف من الحشرات. فبيقول له يا عم الحشرات دي كائنات صغيره ومش هتموتني ولا حاجه، انا ما بخافش منهم. الاب بيقول له يا واد طب موت العنكبوت اللي قدامك ده. شينيتشي بيترعب منه وكان خايف من العنكبوت جدا، قال ما بخافش منهم. المهم بعدها بيكمل فطاره وبعدين بيروح على المدرسه، ومن هنا بتبدا متعه الانمي. شينيتشي وهو في الطريق للمدرسه بتيجي صاحبته مورانو من وراه علشان تسلم عليه، ولكن فجاه ايده بتتحرك لوحدها وبيمسكها قبل ما تلمسه. ده كمان اول ما بتتكلم مع ايده بتمسكها من مكان غلط خالص وما ينفعش يمسكها منه. مورانو اول ما بتشوف اللي عمله بتتضايق جدا، بتديله بوكس في وشه وبتسيبه وتمشي وهي زعلانه جدا من اللي عمله. الواد مش فاهم حاجه، معقوله ايده بتتحرك لوحدها؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ المهم بيكمل في طريقه تاني، ولكن وهو ماشي بيشوف بنت بتجري على الطريق وكان في عربيه ماشيه بسرعه جدا هتخبطها، ولكن في اخر لحظه شينيتشي بيتدخل وبيحط ايده وبيوقف العربيه ولحق البنت قبل ما يحصل لها حاجه. ده كمان بيلاحظ عين ظهرت في ايده وبتبص له. الواد قلق جدا مش فاهم ايه اللي بيحصل، ازاي قدرت توقف العربيه وهي ماشيه بالسرعه ديت، وايه العين اللي ظهرت دي وليه كانت بتبص لي؟ على طول بيسيب المكان وبيرجع البيت بسرعه، بيدخل اوضته وبيمسك سكينه وعاوز يقطع ايده ويشوف جواها ايه، ولكن فجاه ايده بتتحول لكائن له عينين وبق وكمان بيتكلم. بيمسك السكينه وبيكسرها. ده كمان بيقول له لو حاولت تعمل اي حاجه تانية او تاذيني فانا مش هرحمك، ما تحاولش تشغل دماغك تاني يلا. وبعدين ايده بترجع لطبيعتها تاني. شينيتشي اتصدم، مش عارف ايه اللي حصل لايده ده، على طول قاعد على الكمبيوتر وبدا يبحث عن اي حاجه ممكن تساعده ويعرف ايه الكائن اللي في ايده ده، وكمان يعرف ازاي يتخلص منه، ولكن بعد بحث طويل ما بيلاقيش اي حاجه تساعده. بعدها بيطلع بره وبيقعد مع ابوه وامه علشان يتعشى. بيسالوه انت ليه ما رحتش المدرسه النهارده ومن ساعه ما جيت وانت في اوضتك وما خرجتش منها؟ هو ايه اللي بيحصل لك يا ابني؟ شينيتشي عاوز يقول لهم الحقيقه وكل اللي حصل لايده، ولكنه خايف للطفيل اللي في ايده يأذيهم ولا حاجه، ما بيرضاش يقول لهم الحقيقه، وبيقول لهم انا كنت تعبان مش اكتر، علشان كده جيت ودخلت ارتاح في اوضتي. فبيقولوا له تمام ولا يهمك، اهم حاجه تكون مرتاح وصحتك كويسه. ومن ناحيه تانية بقى كان في طفيليات كتيره انتشرت في المدينه، سيطروا على اجساد الناس وبداوا يقتلوا في سكان المدينه، بيغيروا اشكالهم كل شويه ومحدش بيعرف هم مين، وجرائم القتل كل مدى ما بتزيد والشرطه والشعب مش عارفين يوصلوا لمين عمل كده ولا عارفين الناس دي بتتقتل ازاي، وكان الوضع مزري لابعد درجه. المهم تاني يوم بيصحى شينيتشي من النوم وبيلاقي ميجي صاحي وماسك كتب وعمال يقرا فيها. شينيتشي بيستغرب، بيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول له انت مش شايف ولا ايه؟ انا كنت بتعلم القراءه والكتابه علشان اعرف اتكلم كويس، انت مش ملاحظ ان لهجتي اتحسنت ولا ايه؟ شينيتشي بيستغرب من كلامه، بيتكلم معاه وبيساله عن نفسه ازاي هو دخل دراعه وبقى بيتحكم فيها بدون ارادته. ميجي بدا يحكي له، بيقول له انا طفيلي لازم بعد الولاده ادخل جسم اي كائن حي علشان اكمل نمو واعرف اعيش ويبقى الجسم ده تحت سيطرتي بالكامل، ولكن انت ربطت سلك السماعه على دراعك وده اللي خلاني فشلت اسيطر على جسمك بالكامل. شينيتشي اتصدم من كلامه، بيقول له طب ايه هيحصل لو انت سيطرت على دماغي؟ انتوا اكيد مش بتقتلوا حد والجرايم دي ملهاش علاقه بيكوا صح؟ ميجي بيضحك كده وبيقول له تبقى غلطان، اي طفيل نجح يسيطر على دماغ المضيف لازم ياكل ويتغذى زي اي كائن تاني، ولكن دول ما بياكلوش من اكلكوا ولا بيشربوا من شربكوا، دول بياكلوا نفس جنس المضيف اللي هم عايشين فيه علشان يعرفوا يعيشوا. شينيتشي ترعب من اللي سمعه، بيقول له يعني كل الجرايم وقتل الناس اللي حصل ده انتوا السبب فيها؟ طب انت ايه دنيتك؟ هتقتل الناس لما تجوع انت كمان ولا ايه؟ فبيقول له يا عم مش زي ما انت فاهم، انا ما بحسش بالجوع علشان فشلت اسيطر على دماغك وبقيت موجود في ايدك بس، ومن وقتها وانا بتغذى على المواد الغذائيه اللي انت بتاكلها ومش هحتاج ان اقتل حد ولا حاجه علشان احس بالشبع. شينيتشي بيفهم كلامه وما بيكونش عارف هيعمل ايه في المشكله ديت، وهو الوحيد اللي عارف بوجود الطفيليات في المدينه. كان زعلان جدا وحاسس بقله الحيله. المهم بيطلع يفطر وبعدين بيجهز نفسه وبيكون رايح على المدرسه، ولكن وهو في الطريق ميجي بيفوق وبيكلمه، بيقول له خلي بالك في طفيل قريب مننا وعلى بعد 200 متر، يلا علشان نروح له. شينيتشي بيستغرب، بيقول له انت عرفت منين انه قريب مننا؟ فبيقول له دي مستشعرات عندنا بتخلينا نحس ببعض، يلا بينا بقى نروح نشوفه قبل ما يمشي. وفعلا شينيتشي
شينيتشي بيسمع كلامه وبيروحوا لهناك. اول ما بيوصل بيشوف مفاجأة ما كانش متوقعها نهائي. بيتفاجئ بطفيلي في جسم الكلب ده وبياكل في كلب تاني زيه. الواد اترعب من اللي شافه ومش مصدق اللي حصل. ازاي كلب قتل كلب تاني وكمان شكله عامل كده ليه؟ الطفيلي هو كمان بيحس بوجودهم وبيروح يتكلم مع ميجي. بيقول له ايه ده؟ هو انت فشلت تسيطر على مخ الواد ده؟ انا كمان اول ما اتولدت ما لقيتش غير الكلب ده قدامي ودخلت جسمه، ومن اليوم ده وانا بكره البشر اشد الكره. ليه ما فيش اي حد منهم كان قريب مني لما اتولدت؟ دول لازم يموتوا وما يبقاش حد فيهم عايش. ميجا اول ما بيسمع الكلام ده بيترعب بشده شينيتشي وبيقول له اهرب بسرعه، الكلب ده عاوز يقتلك. بيفضلوا يجروا فعلا وبيروحوا المكان فاضي وبيستنوه هناك. ميجي بيقول له خليك هنا وما تتحركش وحاول تحمي نفسك لو هجم عليك، وانا ههجم عليه وهموته ما تقلقش. فبيقول له شينيتشي تمام، ولسه ما بيلحقش يكمل كلامه بيلاقوا الطفيلي طاير في الجو وجاي ناحيتهم. ميجا على طول بيفعل قوته وبيهجم عليه علشان يصيبه، ولكن الطفيلي بيفادي هجمته. لسه هيهجم عليه ميجا هو كمان، ولكن بيديله ضربه في قلبه خلصت عليه في ثانيه واحده. وبعدين بيرجع لتشينيتشي من تاني. ولكن في الوقت ده صاحبنا ما كانش على بعضه. بعد ما شاف قوه ميجي وكل اللي عمله بقى خايف منه اكتر من الاول. خايف لا يأذي حد من صحابه او عيلته وهو يفضل واقف مش عارف يساعدهم او يعمل حاجه. زعلان جدا ومش عارف يتصرف ازاي وقتها. بعدها بيقوم وبيغسل ايده وبيكمل في طريقه للمدرسه تاني. بيوصل هناك وكان عنده مباراه كره سله. بينزل الملعب وكان مبدع وبيسجل هدف والكل بيهتف باسمه. صاحبته مورانو وهي كمان كانت موجوده وبتشاهده، ولكن برضه كانت لسه زعلانه بسبب اللي عمله في اخر مره وانه حتى ما فكرش يروح يعتذر لها. شينيتشي بيلاحظ وجودها وكان معاه الكره في اخر هجمه في المباراه قدام الواد ده وسادت كل الاماكن اللي هيعدي منها. ولكن شينيتشي بيفاجئ كل الموجودين. بيرمي الكره من المكان اللي هو واقف فيه وبيسجل هدف خرافي في الثانيه الاخيره. لا جامد. وبعد المباراه بيروح لمورانو علشان يعتذر لها. بيقابلها وبيتاسف لها عن اللي عمله. يا ستي والله ما كنتش اقصد، مش عارف هتصدقيني ولا لا، بس ده حصل لا اراديا مني، انا اكيد ما كنتش اقصد ان اعمل كده معاكي. مورانو فعلا بتصدقه. بتقول له يا عم ولا يهمك انا سامحتك، بس لو خايف على زعلي اكتر فهنتقابل بكره في كافيتيريا الحاج رجب واولاده، ولا انت مش عاوز تعزمني ولا ايه؟ الواد بيقول لها اللي انت عايزه يا باشا، الساعه 6 بالظبط هكون موجود هناك. فبتقول له تمام وبعدين بتمشي. المهم بعد ما مورانو بتمشي بيروح الولد ده لتشينيتشي وبيقول له تعالى انا عاوز اتكلم معاك شويه. شينيتشي فعلا بيروح معاه بره المدرسه والواد بيكون متضايق جدا. بيتكلم معاه بعصبيه بيقول له خير ان شاء الله، انا شايفك مصاحب مورانو وبتروحوا وبتيجوا مع بعض وعلاقتكم بتتطور، انت مش عارف اني بحبها ولا ايه؟ الاحسن ليه هتحبني انا وما تحبش واحد ضعيف ما بيعرفش يدافع عن نفسه زيك. شينيتشي بيتجاهل كلامه وبيكون سايبه وماشي، ولكن الواد بيتعصب جامد. بيقول له انت ازاي تمشي وانا بكلمك؟ تعالى بقى. فضل يضرب فيه بكل عصبيه. شينيتشي عمال يتضرب ومش قادر ولا عارف يدافع عن نفسه. ولكن فجاه ميجي بيتدخل وبيدي للواد ده بوكس بيطيره من قدامه. الواد اتصدم من قوه الضربه اللي خدها، اترعب منه وخايف لا يضربه تاني وبيهرب من المكان بسرعه. لا ميجي بينفع في الاوقات دي برضه. في نفس الوقت بقى كان في بنت ماشيه لوحدها في الشارع. بيطلع عليها 3 من البلطجيه وبيوقفوها. بداوا يتحرشوا بيها وعاوزين ياخدوها معاهم البيت بالعافيه. البنت بتصوت ولكن مفيش حد سامعها ومش عارفه تعمل معاهم اي حاجه. ولكن بتتفاجئ بواحد جه من وراهم وبدا يضرب فيهم، بعيدهم عنها وبعدين قال لها تعالي علشان اوصلك. البنت فعلا بتطمن له وراحت معاه علشان يوصلها. بس وهم ماشيين البلطجيه بيلحقوهم وبيضربوا الراجل ده بالحديده في دماغه. ولكن برغم ان دماغه اتطبقت بيتعامل عادي بطبيعته ولا حاجه اثرت فيه. بيقول لهم يا خساره كنت ناوي اتعشى بواحده بس، ولكن لحسن الحظ بقى 4. وفجاه دماغه بتتحول وبيقتلهم كلهم في اقل من ثانيه. وبيكون الراجل ده طفيلي في الاساس. المهم الحادثه دي بتنتشر في الاخبار ومحدش عارف ازاي 4 اتقتلوا في نص الشارع واتقطعوا كده ومحدش حس بيهم ومفيش حد عارف حصل فيهم كده ازاي. شينيتشي بيشوف الاخبار وبيكون زعلان جدا، عارف ان اللي قتلهم طفيلي زي ميجي. بيقول هو انا هفضل ساكت وضعيف ومش هساعد حد ليه؟ هفضل اشوف اللي بيحصل ومش هعمل حاجه ولا ايه؟ بيتضايق من نفسه جدا وبيقول لي ميجي انت طفيلي ما عندكش اي مشاعر صح؟ علشان كده عاوزك تساعدنا نقتل باقي الطفيليات وننقذ البشريه. لو فضلوا كده هيفضلوا يقتلوا الناس بكل وحشيه. انا مش هقدر اسامح نفسي اكتر من كده. كل يوم الناس بتموت اكتر من اللي قبله ولازم كل واحد يقف عند حده. ميجي بيقول له ما عنديش مشكله بس خلي بالك لو شميت ريحه غدر منك صدقني هتكون نهايتك على ايدي. شينيتشي بيقول له تمام يا عم اللي انت عايزه ويلا بينا علشان نروح نقابل مورانو. وفعلا بيطلع يستناها في الشارع اما توصل. ولكن فجاه ميجي بيقول له اهرب من المكان بسرعه، في طفيلي قوي جدا بيقرب منه وشكله مش ناوي على خير نهائي. وفعلا شينيتشي بيسمع كلامه وبيهربوا من المكان بسرعه. ولكن الطفيلي بيفضل حاسس بيهم وكان عمال يلحقهم. وفي الوقت ده شينيتشي بيتعصب جامد. بيروح لمكان بعيد وبيقول له ميجي احنا هنواجهه هنا، هنتقاتل معاه وهنقتله دلوقتي، اجمد انت بس معايا. وفعلا الراجل ده بيحضر في المكان بيتصدم من اللي شافه. بيقول لي ميجي يا خساره انت معرفتش تسيطر على دماغه ولا ايه؟ صدق انك صعبت عليا علشان كده مش هقتلك وهديك
عرض ما يتفوتش بصراحه. بيقطع دراعه وبيقول له اقتل الولد ده وتعالى انضم ليا، لو بقينا طفيليين في جسم واحد قوتنا هتبقى جباره ومحدش هيقدر علينا. شينيتشي ترعب من اللي سمعه، قلقان لما يجي يسمع كلامه، اتسمر في مكانه من كتر الخوف وما عادش عارف يتصرف ازاي دلوقتي، خايف لما يجي يسمع كلامه ويقتله. الواد التاني هو كمان بيقول له انت خايف تقتله ولا ايه؟ انا هقتله بالنيابه عنك. طلع سلاحه وهجم على تشينتشي وكان خلاص هيقتله، بس انت متخيل انه هيموت؟ لا والله، المفاجاه اللي ما كانش حد متوقعها، ميجي بيدافع عنه وهجم على الطفيل التاني وقتله قبل ما يلمس شعره منه. شينيتشي هو كمان اتصدم من اللي شافه، مش مصدق انه عمل كده وقتل واحد من عشيرته وانقذ حياته، مش فاهم هو عمل كده ليه بالظبط، ولكن بيشكره على اللي عمله علشانه. المهم بعدها بيجهز نفسه وبيروح علشان يلحق حبيبته قبل ما تزعل منه تاني. بيقابلها وبيقعدوا في المطعم وبيفضل يهزر معاها وقلبوها جو رومانسيات. البنت فرحت جدا وخلاص سامحته على اللي عمله. ايوه كده تصالحي، ما تخليش قلبك اسود. بعدها بيطلعوا يتمشوا شويه وبعدين هيروحها لبيتها، ولكن وهو ماشي بيتفاجئ بثلاث شباب دافنين قطه وبيتسابوا على اللي يصيبها بالطوب اللي معاهم. شينيتشي ما بيعجبوش الوضع وبيروح يطلع القطه من مكانها. بيقول للعيال القطه دي ليها روح زيك بالظبط، ما ينفعش حد يستقل بيها مهما حصل. العيال بتتضايق من كلامه وحدفوا عليه الطوب اللي كان معاهم، ولكن بمساعده ميجي مسكهم بحركه اسطوريه. العيال وقتها ترعبوا منه، هو ازاي قدر يمسكهم بالسرعه ديت؟ قالوا الواد ده شكله مش طبيعي، يلا نهرب من هنا بسرعه، وطلعوا يجروا من قدامه. شينيتشي بعدها بياخد مورانو وبيكملوا في طريقهم علشان يوصلها للبيت. البنت بدات تبص له نظرات اعجاب وعرف نظرها اكتر بسبب اللي عمله، وانه انسان طيب وبيقدر حياه كل الكائنات الحيه. بتمسك ايده وبيفضلوا يجروا بكل فرح، وكانوا هما الاتنين في قمه السعاده. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيجهز شينيتشي حاجاته وبيطلع على المدرسه، ولكن وهو في الطريق ميجي بيقول له انا حاسس بشعور غريب، في طفيلي قريب مننا وكمان ماشي في نفس الاتجاه. ايوه هو دخل المبنى اللي قدامك ده. شينيتشي اتصدم، ازاي طفيلي دخل المدرسه؟ لو كان في جسم احد الطلاب وسيطر عليها تبقى مجزره، لازم نلحقه قبل ما يحصل حاجه. ميجي بيقول له يا عم ما تقلقش، انا لسه مش حاسس منه باي نيه قتل للي حواليه، شكله عاوز يختلط بالبشر ومش هيعمل حاجه. فبيقول له تشينيتشي يلا ندخل ونشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا بيدخل القاعه هو وباقي زمايله علشان يتعرفوا على المدرسين الجداد اللي اتعينوا. بيبداوا يندهوا على الاستاذه الجديده اللي هتدرس لهم، وهي الاستاذه تاميا ريوكو. ميجي بيقول لتشينيتشي خلي بالك وياك تبص في عين الاستاذه، هي دي الطفيلي اللي انا كنت بكلمك عنه، ولو بصيت في عينيها هتعرف انك طفيلي انت كمان. شينيتشي وقتها بيترعب وبيبص على الاستاذه الجديده، بتقع عينه في عينيها. الواد بيحس منها بهاله غريبه وهي كمان بتعرف ان هو الطفيلي. يا حلاوه، ده شكلها هتبقى خرابه. المهم بعدها بيطلعوا الفصل بتاعهم، وتاميا كانت بتتعامل بطبيعه البشر ومفيش حد حاسس بحاجه غريبه. شينيتشي ما كانش على بعضه وخايف لا تهجم على الطلبه في اي وقت وتقتلهم، ولكن ما كانش عارف هيتصرف ازاي وقتها. المهم الدرس بيخلص والاستاذه بتروح لتشينيتشي وبتقول له يجي لها المكتب بتاعها. الواد بيترعب اكتر وكان خايف يروح لها، ولكن ميجي بيطمنه وبيقول له ما تخافش، لو حسيت باي حاجه ناحيتها وهجمت عليك صدقني هحميك وهقتلها. شينيتشي بيقول له تمام، وفعلا بيروحوا المكتب الاستاذه وكانت قاعده مستنياهم. اول ما بتشوفه بتقول له اهلا بيك، انت اكيد عارف انا مين زي ما انا عارفه انت مين صح؟ بس انا مستغربه من حالتك بصراحه، علشان الطفيل الفاشل ده ما عرفش يسيطر على جسمك بالكامل. ميجي بيقول لها احترمي نفسك يا وليه انت، انا مش فاشل ولا حاجه. شينيتشي هو كمان بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ ليه بعد ما سيطرت على جسم البنت جيتي واختلطت بالبشر ولا كانك واحده فينا؟ انت ناويه على ايه بالظبط؟ الاستاذه بتقول له على كل خير ما تقلقش، هقول لك كل حاجه بعد المدرسه في مكان بعيد عن الناس علشان الكلام هنا خطر علينا احنا الاثنين. شينيتشي بيقول لها تمام، وفعلا بيسمع كلامها، واول ما بيخلص المدرسه بيركب الاتوبيس وبيروح يستناها في المكان اللي قالت له عليه. واول ما بيقعد في المكان ميجي بيحس بيهم، بيقول لتشينيتشي خلي بالك دول مش واحد، دول اتنين وجايين علينا هنا. الواد بيقلق اكتر، بيكون خايف لا يكون ده كمين ولا حاجه. الاستاذه بتيجي هي والراجل ده وبتقول له ما تقلقش، ده ريو هعرفك انا جبته ليه دلوقتي. بيقعدوا مع بعض وبتبدا تاميا تحكي له كل حاجه. بتقول له انا اول ما دخلت جسم البنت دي وسيطرت عليها عرفت ان ريو جوزها طفيلي هو كمان وكان مخبى عليهم، ولكن المفاجاه انا دلوقتي حامل. اكيد الطفل اللي في بطني ده بشري 100%، وده اللي مخلينا انضم للبشر واتعامل معاهم، مش علشان اقتلكم ولا حاجه، انا بس عندي فضول اعرف تصرفاتكم وازاي بتتعاملوا مع بعض علشان لما اولد الطفل ده اشوف هعمل فيه ايه بالظبط. مش عاوز اقتل ولا اعمل فيكم حاجه ما تقلقش، ولحد المده ما تخلص واولد لو حسيت انك حاولت تعمل حاجه او تاذيني فانا هقتلك بدون اي رحمه. ريو هو كمان كان متضايق من ميجي وبيقول الواد ده خطر علينا، لازم نقتله في اسرع وقت ممكن. بيقوم وبيمشي وكانت نظراته ما تبشرش بالخير ابدا. المهم تشينيتشي بيقول لها هعمل اللي قلت عليه طالما انا وكل زمايلي محدش فيهم هيتاذى. قالت له يا عم تمام، وبعدين بيمشوا. المهم الواد بيروح البيت يرتاح وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيروح تشينيتشي للمدرسه وبيكون قاعد في الفصل بتاعه. تاميا بتشرح الدرس ومفيش اي حاجه تقلقه، ولكن فجاه بدون اي مقدمات ميجي بيقول له خلي بالك في طفيل دخل المدرسه وبدا يقتل الناس اللي يقابلهم. ايوه ده
ريو اللي كان مع الاستاذه امبارح، معنى كده انهم خلفوا الاتفاق ولا ايه؟ بس لا، الاستاذه كانت بتشرح وشكلها ما تعرفش حاجه من اللي عمله. انا لازم اتصرف بسرعه. وفي الوقت ده ريو كان داخل المدرسه وبيدور على تشينيتشي، عاوز يقتله بعدين يغير شكله ويهرب من جريمته. بيقتل كل اللي يقابله ومش راحم حد نهائي. المدرسه هي كمان عملت اخلاء للطلبه وكانوا نازلين من على السلم. شينيتشي بيقول طالما هو بيدور عليا يبقى هيحدد مكاني هنا ويقتل الطلبه دول. انا لازم اروح مكان بعيد عنهم علشان يعرفوا يطلعوا بالسلامه. وفعلا بيسيبهم وكان ماشي. حبيبته مورانو بتمسك ايده وبتقول له انت نسيت حاجه ولا ايه؟ انا هاجي معاك ومش هسيبك لا يحصل لك حاجه. ولكن الواد بيتعصب عليها، بيقول لها خليكي معاهم وما تتحركيش وبعيد عني دلوقتي. وبعدين بيسيبها وبيمشي. البنت اتضايقت من اللي عمله، ولكن انت مش عارفه هو عمل كل ده ليه. هو بيحاول يحميكوا اصلا. وفعلا تشينيتشي بيروح لمكان بعيد عن الطلبه وبيخلي ريو يبعد عنهم. بيبني حواجز وبيقول لميجي ده المكان اللي هنقابله فيه. بص يا عم، انا هستخبى هنا في الحواجز دي عما انت تقتله. ميجي بيقول له مش بالسهوله دي يا صاحبي، انا وريو احنا الاتنين طفيليات وقوتنا متساويه، واحتمال في اي لحظه يديلك ضربه يقتلك. انت لازم تبقى مستعد للمواجهه وتعرف تدافع عن نفسك. بيروح وبيقطع رجل ترابيزه قدامه وبيديها له. بيقول له خبيها معاك واول ما يقرب منك حاول تصيبه في قلبه وتقتله. وخلي بالك بقى علشان حاسس ان هو قريب مننا دلوقتي. تشينيتشي بيقول له هو فين؟ انا مش شايفه. وهوب ريو بيكسر الشباك وبيدخل منه. يا حلاوه، ده شكلها هتبقى خربانه. ريو قوته مرعبه فعلا. بيقول لي ميجي استسلم احسن لك وسيبني اقتلك على رواقه علشان ما تحسش بالالم، ولا انت مفكر ان الحواجز دي هتحميك مني ولا ايه؟ ميجي بيتضايق وبيقول له ما بحبش اللي بيتكلموا كتير، هات اخرك يلا. وفعلا هما الاتنين بداوا يهجموا على بعض بكل وحشيه، ضربه يمين وضربه شمال، ولكن محدش فيهم قادر يصيب التاني. شينيتشي بيشوف اللي حصل وبيفتكر اللي ميجي قاله له. بيفتكر انه لازم يتشجع ويتغلب على خوفه ويعرف يدافع عن نفسه. وفعلا بيقوم وبيتقدم ناحيه ريو بكل عصبيه. ميجي بيحميه وهو كل مدى ما بيتقدم اكتر واكتر. بيجمع قوته وبيشجع نفسه ومسك الحديده اللي معاه ورشقها في قلبه. الضربه كانت حيويه فعلا واثرت فيه، وخلاص كلها شويه وقت وهيموت. ريو اتصدم، ازاي ده حصل؟ معقوله بعد كل اللي عملته ده هموت على ايد بشري عادي؟ بس انا مش هسمح بده يحصل ابدا. بيعدي الحديده من ظهره وبيوقف النزيف اللي في جسمه، وبعدها بيسيبهم وبيكون ماشي. ميجي بيقول لتشينيتشي انت هتسيبه يهرب ولا ايه؟ يلا روح اقتله. ولكن الواد كان في حاله يرثى لها. بيقول انا مش مصدق اصلا اني طعنته، انا مش عارف ازاي قدرت اتشجع واضربه الضربه دي في جسمه. سيبه يمشي واكيد النزيف ده هيقتله. وفعلا كلامهم صح وريو كان خلاص بيودع. بيقول لو انا فضلت في الجسم ده فكلها 10 دقايق وهموت. انا لازم اروح لتامي واشاركها الجسم بتاعها. بيحس بيها فعلا لسه في المكتب وبيروح هناك علشان تساعده. واول ما بيفتح الباب بيلاقيها بتودعه، بتنط من الشباك بعد ما سابت له شويه قنابل وبتفجره وبتخلص عليه نهائي. يا بنت الغداره. وبتكون عملت كده علشان محدش يكشفها وتعمل اللي هي عايزاه براحتها. المهم بعدها الوضع بيهدى في المدرسه وكل واحد بيروح على بيته. شينيتشي بيروح وما كانش مصدق انه قتل حد، وكان شعور الذنب مبهدله جامد وما كانش مصدق انه عمل كده. الاستاذه هي كمان اول ما بتروح بيتها بتلاقي امها عرفت باللي حصل في المدرسه وجت علشان تطمن عليها. ولكن اول ما بتدخل جوه وبتبص في وش الاستاذه بتعرف ان دي مش بنتها. بتصوت وبتقول لها انت مين؟ انت عملت في بنتي ايه؟ وبتكون رايحه علشان تبلغ الشرطه. تامي وقتها بتترعب وبتخلص عليها بضربه واحده، وكانت مستغربه جدا ازاي قدرت تعرف انها طفيلي برغم ان ليها نفس الصوت والشكل كمان، ومش مصدقه ان ده حصل فعلا. المهم تاني يوم بيكون تشينيتشي قاعد بيتكلم مع ميجي في اوضته، ولكن فجاه امه بتدخل عليه وكانت هتشوف ميجي لولا انه خباه ورا ظهره. الواد وقتها بيتعصب على امه، بيقول لها بيخبطي على الباب قبل ما تدخلي، في بني ادم عايش جوه. الام وقتها بتزعل من كلامه وبتقول له انا اسفه علشان دخلت اوضه ابني من غير ما استاذن، ويلا علشان الاكل هيبرد. وسابته ومشت وهي زعلانه جدا. شينيتشي بعدها بينزل وبيقعد معاهم علشان يتعشى. الاب بيلاحظ ان تشينيتشي متغير اخر فتره وبيقول له مالك يا ابني؟ بالك مده متغير ولا عدت بتتكلم معانا ومش بنشوفك غير بالصدفه، وكمان على غير عادتك زعلت امك وزعقت لها اول ما دخلت علشان تندهلك. هو ايه اللي بيحصل لك يا ابني؟ فاكر لما كنت صغير ودخلت المطبخ علشان تجيب ادواتك من هناك؟ طلعت على الكرسي ولكن برضه ما كنتش طايلها، بس في الوقت ده وقعت وكان الزيت هيقع فوقك وهتتحرق، لولا ان امك حطت ايديها وشالت الزيت عنك واتحرقت هي، وده تسبب لها في الندبه دي لحد النهارده. نسيت كل حاجه عملتها علشانك ولا ايه؟ الام هي كمان بتعيط وبتقول انا حاسه انك مش ابني اللي انا ربيته، حاسه انك مخبي عليا حاجه ومش عاوز حد يعرفها، انا مش عارفه جرالك ايه يا ابني. شينيتشي وقتها بيقاطعهم وبيتاسف على اللي عمله، عارف قد ايه هو غلط في حقها. بيقول لهم انا مش عارف عملت كده ليه، بس اوعدك ان ده مش هيحصل تاني يا امي، واتمنى انك تسامحيني المره دي. الاب بعدها بيقول له خلي بالك بقى، انا وامك هنروح للتخييم بكره وانت هتفضل في البيت لوحدك الفتره ديت، فخلي بالك من نفسك يا ابني. الواد بيقول له تمام، وانتوا كمان خلوا بالكم من نفسكم، ابعدوا عن الناس عشان الجرايم اللي بتحصل ديت، انا مش هسامح نفسي لو حصل لكم حاجه. الاب
الاب بيقول له تمام يا عم ما تقلقش علينا، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بقى بيقف معاهم وبيودعهم وهم ماشيين لرحلتهم. الام هي كمان بتطمن عليه وبتودعه، وبعدين بيمشوا. بعدها بقى تشينيتشي بيجهز نفسه وبيطلع بسرعه علشان يروح للمدرسه، ولكن وهو ماشي في الطريق بيخبط في شنطه في الشارع، وبيبص جنبها بيلاقي احد زملائه شويه عيال ماسكينه وعمالين يضربوا فيه. شينيتشي بيقرر يتدخل ويدافع عن صاحبه وينقذه منهم. بينده عليهم وبيقول لهم وقفوا اللي انتوا بتعملوه دلوقتي، ولكن البلطجيه بتتعصب من كلامه. بتقول له انت مفكر نفسك جامد وهتلحق صاحبك مننا ولا ايه؟ تعال اتضرب معاه انت كمان. بداوا يضربوا فيهم هما الاتنين، والعيال مش عارفين يعملوا حاجه. الواد يا عيني اتضرب من كل مكان وما كانش عارف يدافع عن نفسه. وبعد ما بيخلص اهانه فيهم، البنت اللي كانت معاهم بتروح لتشينيتشي وبتقول له ده جزائك، طالما انت مش قد المواجهه ما تدخلهاش علشان كل مره يحصل فيك زي ما حصل فيك دلوقتي. ولكن وهي بتكلمه بتبص في عينه وبتحس بميجا وبتترعب من قوته. بتهرب من المكان بسرعه، والواد ما كانش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. ناجي هو كمان بيشكر تشينيتشي على مساعدته، وبيروحوا هما الاتنين على المدرسه. بيقابل مورانو، اول ما بتشوف وشه متبهدل بتقول له مين عمل فيك كده؟ اتخانقت مع مين بهدل وشك للدرجه دي؟ الواد ما بيرضاش يقول لها وبيحاول يتوه في الموضوع، ولكن واحد من صحابه كان معدي بالصدفه وبيهنيه على شجاعته. بيقول له ناجي حكى لي كل حاجه وانا مش هسيب البلطجيه دول في حالهم وهجيب لك حقك ما تقلقش. شينيتشي ما بيردش عليه، ولكن مورانو وقتها كانت فهمت كل حاجه، وانه كان بيحاول يدافع عن صاحبه ولكن ما قدرش يحميه. وبعد ما بيخلص المدرسه بيكونوا مروحين البيت. البلطجي اللي ضربه الصبح كان قاعد مستنيه بكل عصبيه، بيستفرد بيه وبدا يضربه تاني. بيمسكوا مورانو والواد مش عارف يحميها، سحبوه في حته مقطوعه وبيقولوا له انت بقى كنت عاوز تجمع صحابك وتضربنا؟ طب تعالى. بداوا يضربوا فيه كمان وكمان، والواد خلاص جاب اخره. حبيبته بتعيط على الحاله اللي وصل لها ولكن مش عارفه تساعده باي حاجه. ميجي عاوز يتدخل ويوقف العيال ده عند حدهم، ولكن شينيتشي بيمنعه. الواد بيضربه تاني وميجي خلاص فاض به الكيل. طلع الانصال بتاعته وقال خلاص دي نهايتكم، انا مش هسمح بالمهزله دي اكتر من كده. ولكن فجاه بيلاقي ناجي وكل اصحابه حضروا في المكان. بيقولوا للعيال دول انتوا بتستفردوا بالواد الغلبان لوحده، ده احنا هننفخكم هنا ودلوقتي. وبتبدا المدعكه، ولكن شينيتشي وقتها بيسيبهم وبيرجع البيت هو ومورانو. البنت كانت قلقانه عليه جدا وبدات تعالج الجروح اللي في جسمه. شينيتشي كان حاسس بالاحراج بسبب اللي حصل له وانه ما كانش عارف يدافع عنها، ولكن مورانو بتطمنه بتقول له انا مش عاوزاك تحس بالاحراج ولا حاجه برغم اللي حصل لك قدامي، ولكن انت ما قلتش في نظري ولا 1%. انت كل يوم بتعلى في نظري اكتر وبتثبت لي انك شجاع وقد المسؤوليه. الواد بيفرح من كلامها جدا وكان في قمه السعاده. في نفس تلك الاثناء كان في زوجين راكبين العربيه والدنيا اخر حلاوه. الزوج بيقول لمراته البسي الحزام علشان ما ناخدش مخالفه على الطريق، ولكن البنت ما بتكونش عارفه تلبسه ازاي وبتلفه على رقبتها. الزوج وقتها بيضحك من جهلها وبيسعى عن الطريق، وده اللي خلاهم يعملوا حادثه والعربيه بتنزل من على الجبل وبتتدمر نهائي. البنت اتصابت اصابات خطيره وبيطلع ان كان في جسمها طفيلي من البدايه، والجسم اللي هي فيه كان خلاص هيموت. بتبص على الراجل ده بتلاقي جسمه تمام والحزام حماه وما تاثرش بالحادثه. بتقول كده مفيش قدامي غير حل واحد بس، وهو ان انتقل لجسم الواد ده، ولكن احتمال جسمه يرفضني واموت وقتها، بس انا خلاص مفيش قدامي حل تاني. وفعلا عملت كده وطيرت دماغه وانتقلت لجسمه، ولكن الطفيل ما بيقدرش يتعامل تمام وبيحس برضه ان الجسم مش قابله، وده علشان اختلاف الجنسين وانه يتعود على جسم الست اللي كان فيها. بيقول انا لازم الاقي اي بنت هنا بسرعه وانتقل لجسمها والا هموت ومش هلاقي حد ينقذني. في نفس المكان بقى على البحر كان ابو تشينيتشي وامه قاعدين بيتكلموا وبيفتكروا ايام زمان والدنيا اخر حلاوه، ولكن فجاه بدون اي مقدمات بيلاقوا الطفيل ده قدامهم قطع دماغ الام في ثواني وانتقل لجسمها. الاب وقتها بيحاول يهرب ولكن شكلها مش هتسيبك يا صاحبي. وفي الوقت اللي كانت تشينيتشي قاعد بيتكلم مع ميجي والدنيا تمام معاه، بيلاقي ابوه بيتكلموا من تليفون عمومي في الشارع. من كتر الخوف كان عمال يتهته بكلمات مش مفهومه، وتشينيتشي مش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. بيقلق جدا عليهم وما بيكونش عارف يروح فين ويتصرف ازاي دلوقتي، خايف لا يكون اللي في باله صح وانه طفيل هاجم عليهم ولا حاجه. ولكنه بيهدي نفسه وبيتخيل ابوه وامه في المكان اللي بيخيموا فيه بالسلامه وانهم بيعملوا فيه مقلب ولا حاجه. بس فجاه ميجي بيقول له خلي بالك في طفيل بيقرب مننا ولازم نواجهه دلوقتي. الواد بيقوم بسرعه وعينه بتطق شرار من كتر غيظه من الطفيليات. بيمسك سكينه وبيقول لميجي انا اللي هقتله، لو ما كنتوش موجودين من البدايه كان زماني مش خايف من حاجه دلوقتي، انا اللي هخلص عليكم عاجلا ام اجلا. بيطلع بره وميجي بيقول له جهز نفسك علشان ده فتح الباب وجاي علينا دلوقتي. ولكن المفاجاه اللي ما كانش متوقعها بيلاقي امه هي الطفيل اللي ميجي حذره منه. الواد مش مصدق اللي حصل وبيبكي من هول الموقف، رافض يصدق الحقيقه وان امه خلاص ماتت وان اللي قدامه ده طفيلي مش امه. بيقول لها الحمد لله على السلامه يا امي، ايه اللي جابك بالسرعه دي؟ وليه ابويا اتصل عليا وكان مرعوب جدا. ميجي بيحاول يحذره وبيقول له فوق يا ابني، امك خلاص ماتت واللي قدامك ده طفيلي. ولكن الواد بيتعصب من كلامه، بيحط السكينه على دماغه وبيقول له لو فكرت تاذيها فانا هقطع دماغك
دماغك بدون اي رحمه. بعدها بيبص لامه وبيقول لها ساكته ليه يا امي؟ يلا اتكلمي وقولي انه بيكذب عليكي وانك مش طفيلي ولا حاجه. انا عارف ان انا زعلتك، انا اسف علشان زعقتلك واوعدك ان ده مش هيحصل تاني، وكمان اسف على الندبه اللي لسه موجوده في ايدك لحد النهارده. يلا اتكلمي وقولي اي حاجه يا امي. بس انت بتقولي ايه يا ابني؟ لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. دماغ الام وقتها بتتحول وبيتاكد فعلا انها طفيلي. صابته بالانصال في قلبه بدون اي رحمه. وقتها اتاكد ان امه خلاص ماتت وهو كمان اتصاب وخلاص هيحصلها. بيبكي بصوره مش طبيعيه، بيحاول يوقف نفسه وبيقول خلاص انا هموت وهروح لها، ولكن رجوت عيني ان تكف دموعها. يوم الوداع نشدتها لا تدمعي، اغمضتها كي لا تفيض فامطرت، ايقنت اني لست املك مدمعي، ورايت حلما انني ودعتهم فبكيت من الم الحنين وهم معي. مر علي بان اودع ذائرا كيف الذين حملتهم في اضلعي. وكان وقتها بيلفظ انفاسه الاخيره. الطفيلي اول ما بيشوفه هو بالحاله دي بيقول كفايه عليكم كده، كلها شويه وقت والنزيف هيقتلك وهتموت، اما نلحق ندور على العجوز اللي هرب مننا بقى ونقتله. وبعدين سابتهم ومشت. وبعد ما بتمشي ميجي بيفضل يفكر ازاي ينقذه، وفي الوقت ده بيجيله فكره جباره. بيفصل نفسه عن جسم تشينيتشي وبينتقل لقلبه لضخ الدم وسد النزيف اللي في جسمه. وبعد ما تشينيتشي يفوق بالسلامه يبقى يرجع لدراعه تاني. الواد فعلا بدا يتنفس من تاني ولكن ما زال فاقدا للوعي. بتعدي الايام وميجي بدا يهتم بيه وبيعمل له محاليل علشان ما يحصلوش حاجه. فيك الف بركه يا ابني والله. ومن ناحيه تانيه اصحاب تشينيتشي في المدرسه ومنهم حبيبته مورانو لاحظوا غيابه الاسبوع ده ولسه ما رجعش ليها. بيقلقوا عليه جدا وبيكونوا خايفين لا يكون حصل له حاجه، علشان كده بتقرر مورانو تزوره بعد المدرسه النهارده. ولكن هل هتروح هناك وهيكون لسه مغمى عليه ولا لا؟ لا والله. في الوقت ده تشينيتشي بيفوق اخيرا، بيتصدم انه لسه عايش وما بيكونش عارف ازاي ده حصل بالظبط. بيقوم وبيدخل الحمام وبيتفاجئ بالندبه الكبيره دي في صدره مكان الضربه اللي خدها. وساعتها بيفهم ان ميجي هو اللي عمل كده وسد الجرح اللي في قلبه. بعدها بيسمع صوت التليفون بيرن وبيروح يرد عليه. بيلاقي واحده بتقول له ابوك محجوز في المستشفى وعاوزين حد من عيلته يكون موجود. الواد بيفرح جدا ان ابوه لسه عايش وبياخد منهم العنوان وبيقول لهم مسافه السكه وهكون هناك. وفعلا على طول بيجهز نفسه وبيطلع علشان يروح المستشفى. ولكن وهو خارج من البيت بيلاقي مورانو في وشه. بتلاحظ التغير اللي حصل له، التعب باين عليه جدا. بتقول له مالك يا تشينيتشي؟ ايه اللي حصل لك ووشك عامل كده ليه؟ الواد بيقول لها ابويا اتصاب في المستشفى ولازم اروح دلوقتي، هبقى اكلمك لما ارجع واحكي لك اللي حصل لي. وبعدين بيسيبها وبيكون ماشي. ولكن البنت بتنده عليه وبتقول له توصل بالسلامه، انا هفضل على طول مستنياك. الواد بيقول لها تمام وبيكمل في طريقه عادي. وفي المستشفى ابو تشينيتشي اخيرا هو كمان بيفوق. بيجي له ناس من الشرطه علشان تحقق معاه. بيقولوا له احنا لقيناك مرمي على شط الميه وجسمك مليان جروح وندبات، انت كنت بتحاول تنتحر ولا ايه؟ الاب بيحكي لهم كل حاجه وان في وحش قتل مراته وهو اللي عمل فيه كده، ولكن ما حدش بيصدقه. بيقولوا له ازاي الكلام ده؟ الكاميرات جابت مراتك وهي مروحه للبيت بعد ما لقيناك على الشط، واكيد الكلام ده مش مظبوط. الدكتور هو كمان بيقنعه وبيقول له ان دي هلاوس جات لك وانت في الغيبوبه، خلاتك ما تقدرش تفرق بين الواقع والخيال. ارتاح انت دلوقتي وان شاء الله هتكون كويس وهترجع احسن من الاول. الاب بيكون متاكد من كلامه ولكن مش عارف يقول لهم ايه بالظبط. بيزعل جدا ولكن ما كانش في ايده اي حاجه يعملها. وفي الوقت ده تشينيتشي بيوصل اخيرا وبيروح يطمن على ابوه. ولكن اول ما بيدخل الاوضه بيلاقيه وهو قاعد زعلان جدا بسبب اللي حصل وان ما فيش حد صدقه منهم. الواد بيقول له الحمد لله على السلامه يا بابا، روق يا عم كده، واهم حاجه ان انت كويس. انا عاوزك تحكي لي اللي حصل بالظبط وازاي الوحش ده قتل امي. الاب بيخاف لابنه هو كمان ما يصدقوش وبيقول له يا عم ما فيش حاجه من دي حصلت، دي كانت تهيؤات مش اكتر، ما تشغلش انت بالك. الواد وقتها بيعرف قد ايه ابوه بيعاني دلوقتي وجواه كميه حزن تكفي العالم اجمع. ما بيرضاش يتكلم معاه اكتر وبيقول له هسيبك ترتاح دلوقتي، هقعد في الفندق اللي جنبك ولو احتجت اي حاجه اتصل بيا. وبعدين بيسيبه وبيمشي. بيروح وبياخد اوضه في الفندق وبيتكلم مع ميجي. بيقول له انا عاوزك تخلي بالك من المكان علشان اكيد الطفل اللي في جسمه امي هيجي علشان يدور على ابويا ويقتله، انا مش هرحم حد فيهم نهائي. ميجي بيقول له تمام يا عم بس خلي بالك علشان انا ما عدتش في كامل قوتي وده بسبب اللي حصل لك، وعلشان اسد الجرح اللي كان في قلبك اتنزلت عن اجزاء مني وده هيخليني اضعف من الاول وهنام 4 ساعات يوميا ومش هبقى موجود فيهم. ولكن من الجانب التاني انت اكتسبت قدرات جباره وبقيت اقوى وحواسك بقت احسن، انت مش ملاحظ انك بقيت شايف من غير النضاره ولا ايه؟ شينيتشي بيفهم كلامه وبيفرح جدا علشان بقى عنده القدره يدافع عن نفسه وبيقول له تمام ماشي. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيصحى شينيتشي من النوم وبيروح
بيروح يراقب المكان اللي عند المستشفى علشان لو امه جت ولا حاجه. بيفضل مستني كتير ولكن ما بيجيش ولا ميجي بيحس باي حد في المكان. ولكن بعد طول انتظار ميجي اخيرا بيتكلم، بيقول له جه الوقت علشان تنتقم لامك، في طفيل قريب مننا على بعد 300 متر، يلا قوم نروح له. وفعلا شينيتشي بيتعصب وبيطلع يجري ناحيه الطفيل بكل عصبيه. بيوصل عند الحيطه دي وميجي بيقول له لازم تلف علشان تعرف توصل له. ولكن شينيتشي بيفاجئ الكل وبينط نطه عالميه وبيطلع فوق السور في ثواني. لا جامد. بيكمل جري ناحيه الطفيل اللي ميجي حس بيه وبيكون متوقع انها امه، ولكن على عكس ما كان متوقع، اول ما بيوصل عند المكان بيلاقي الواد ده هو اللي هناك، شخص طبيعي 100% ومش باين عليه اي حاجه. الواد بيستغرب من اللي شافه، معقوله ميجي غلط يحدد الاتجاهات ولا ايه؟ بس لا، ميجي بيطلع الانصال بتاعته وجهز علشان يقتله. ولكن المفاجاه بيلاقي بق الواد ده بيتحول وبيكلمهم، بيقول لهم يا مراحب والله انا اول مره اشوف حد بنفس حالتي. وبيطلع ان الطفيل ده هو كمان فشل يسيطر على دماغ صاحبه. شينيتشي بيتكلم معاه اكتر علشان يعرف اذا كان بيستخدم الطفيل في اذيه الناس ولا لا، ولكن الواد كان على نياته خالص. بيحكي لهم كل حاجه من البدايه وازاي الطفيل ده دخل جسمه. بيقول لهم من كام يوم بعد ما حبيبتي سابتني وقالت لي انت زي اخويا، دخلت في حاله اكتئاب وما كنتش قادر استحمل العيشه من غيرها. رحت على البحر علشان اموت نفسي واخلص من اللي انا عايشه، ولكن ما كانش عندي الجراءه الكافيه ان اعمل كده. بس فجاه وانا واقف بلاقي الطفيل ده جه من ورايا وبيهجم عليا وبيدخل جسمي. اترعبت جدا وفضلت ارجع لورا لحد ما وقعت من على الجرف دوت. كان خلاص بيغرق وما عادش عارف يتنفس وخلاص شكلها دي نهايته. ولكن في اللحظه الاخيره الطفيل بيتدخل وبيستقر في بقه، استخدم قوته ومد بقه فوق الميه علشان يعرف يتنفس. ومن يومها يا عم واحنا الاتنين سوا. قول لي بقى انت ايه اللي حصل لك وقابلت ميجي ازاي؟ وليه كنت متعصب قوي كده اول ما شفتني؟ شينيتشي حكى له فعلا كل حاجه حصلت له، وكمان حكى له عن امه واللي جرى لها. الواد ما بيقدرش يمسك نفسه وبدا يعيط بطريقه هستيريه جدا. بيقول له زمانك عنيد بشده يا صاحبي، انا كنت مفكر ان الدنيا اتقفلت في وشي بعد ما البنت سابتني، ولكن اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. من النهارده انا هعتبرك زي اخويا ولازم نلاقي الطفيل ده ونقتله في اسرع وقت ممكن. شينيتشي بيفرح جدا علشان اخيرا لقى حد يساعده، وحكى له عن مواصفات امه. قال له لو شفتها او الطفيل ده حس بيها اتصل بيا وانا هجيلك على طول يا صاحبي. فبيقول له تمام يا عم، وبعدين بيمشوا وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم كان الواد عامل اللي قال له عليه فعلا وبدا يدور على ام شينيتشي. وفجاه وهو ماشي في الشارع بيحس بطفيل قريب منه، بيتصدم لما بيلاقيها هي نفس المواصفات اللي شينيتشي قال له عليها. بيتصل عليه وبيقول له تعالى لي بسرعه انا لقيت امك. شينيتشي بيترعب وبيقول له حاول ما تتقاتلش معاها الا لما اجيلك، دي قويه جدا واحتمال تقتلك. وطلع يجري بسرعه علشان يلحقهم قبل ما يحصل له حاجه. ولكن فجاه ميجي بيكلمه وبيقول له انا مرهق ولازم انام دلوقتي، من هنا لمده 4 ساعات انا مش هبقى موجود معاك يا صاحبي، اهرب من المكان بسرعه وما تقتلهاش دلوقتي، وكمان هسيب ايدك بالشكل ده علشان تعرف تدافع عن نفسك لو هجمت عليك ولا حاجه. الواد اتصدم صدمه ما كانش متوقعها نهائي. بيقول هو انا هفضل قاعد وجوته هناك بيموت لوحده ولا ايه؟ هسيب الشخص اللي كرس حياته علشان يساعدني يموت بالسهوله دي؟ انا مستحيل اعمل كده ومستحيل اهرب من قاتل امي مهما حصل. وبيقرر يروح علشان يلحقه. في نفس الوقت بقى كانت الام فضلت تلحق جوته لحد ما زنقته عند الجرف ده. الام بتقول له ايه ده؟ هو انت كمان طفيلي مش كامل، معنى كده انك خطر علينا ولازم تموت دلوقتي. الطفيليات الفشل اللي زيك ما يستاهلوش يعيشوا ثانيه واحده. وفعلا دماغ الام بتتحول وبدات تهجم عليه بكل عصبيه. الواد بيدافع بس ومش عارف يصيبها، وزنه الزايد وطريقه تنفس جوته مش مخليه الطفيل يعرف يحارب وهو مرتاح وفي قوته. الام مبهدلاه حرفيا ومش عارفين يعملوا معاها اي حاجه. بتقول لهم خلاص كده وقتكم معايا انتهى، انتوا لازم تموتوا دلوقتي. هجمت عليه بهجمات سريعه جدا وبتصيب قلبه وبيقع من على الجرف وبيموت، وخلاص شكلها دي نهايته. الام قتلت كوتو بدون اي رحمه ومتجهه دلوقتي لقتل والد تشينيتشي. ولكن قبل ما تمشي بتتفاجئ بتشينيتشي قدامها، بتصدم وبتقول له انت ازاي لسه عايش؟ انا متاكده ان قتلتك قبل كده. الواد ما بيردش عليها وبيسالها عن جوتو وايه اللي حصل له. الام بتقول له قصدك الواد التخين ده؟ انا لسه قتله واقع من على الجرف دلوقتي وشكلك انت كمان هتحصله. وبعد ما تشينيتشي بيشوف ان جوتو خلاص مات بيبص للطفيل ده وبيقول له اجهز علشان هتموت دلوقتي، انا مش هرحم حد فيكم نهائي. الطفيل بيتعصب من كلامه وبياخد هيئته الحقيقيه، بيهجم عليه بالانصال بتاعته ولكن تشينيتشي بيفاديها بسهوله. الطفيل اتصدم، ازاي باشا العادي يبقى مرن كده ويفادي هجمتي بالسرعه ديت؟ ولكن ده ما عادش عادي يا باشا. تشينيتشي هو كمان بيهجم عليه وبيقطعه بالانصال بتاعته. كل ما الطفيل يحاول يهجم عليه بيفادي هجمته وبيديله على دماغه. ده كمان بيوقعها على الارض وبيجهز سيفه وكان خلاص هيقتلها، ولكن الطفيل بيرفع ايده وتشينيتشي بيشوف الندبه اللي في ايد امه بيفتكرها وبيسرح في خياله معاها. الطفيل بيستغل اللي حصل وبيهجم عليه وبيوقعه. بيقف بعدها وبيجهز نفسه وكان خلاص هيقتله. الواد وهو واقع على الارض كان خلاص استسلم لموته وعارف انها لحظاته الاخيره. ولكن في اخر لحظه فجاه بنلاقي دماغ الطفيل ده بتطير وبتتقطع
قدامه. ايوه جوتو ما كانش مات من الطعنه بسبب انه غير اماكن اعضائه الحيويه، والضربه اللي خدها ما صابتش قلبه ولا حاجه، لا جامد. المهم تشينيتشي بيكون فرحان جدا علشان هو في خير وما حصلوش حاجه، وبيقول له شكرا يا عم علشان ساعدتني وانقذت حياتي، وكمان الف شكر عشان انتقمت للي قتل امي، انا بجد ممتن ليك يا صاحبي. الواد بيقول له يا عم ولا يهمك، انت زي اخويا برضه، ولو احتجت اي حاجه تاني كلمني، انا اكيد مش هتاخر عنك. شينيتشي بيقول له تمام يا عم، وبعدين بيمشوا. شينيتشي بعد ما بيمشي بياخد ابوه بيروح على المكان اللي امه اتقتلت فيه، بيسال ابوه بيقول له هو ايه اللي حصل بالظبط يا بابا، ايه اللي انت شفته في الكابوس بالظبط، وهل امي اتعذبت قبل ما تموت ولا لا؟ الاب بيفتكر اللي حصل وكان زعلان جدا وجواه كميه حزن وندم تكفي عوالم واكوان. بيقول له ان الموضوع جه بسرعه وهو حتى ما لحقش يلاحظ ولا يحميها، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. شينيتشي وقتها بيرتاح علشان امه ما اتعذبتش قبل ما تموت، وكان برضه زعلان علشان ما عادش هيشوفها تاني. في نفس تلك الاثناء بقى كانت الاستاذه تاميا بتخطط لحاجه مش تمام، جمعت شويه طفيليات وبداوا يقتلوا الناس في الخباء ومحدش واخد باله منهم. ده كمان جابت الواد ده واللي اسمه شيمادا وقدمت له في مدرسه شينيتشي علشان يراقبه، وشكلها ما تبشرش بالخير يا صاحبي. الواد ميتسو هو كمان لاحظ ان ماكي مهتمه بتشينيتشي وكانت فاتحه صورته على تليفونها، اتضايق جدا وقرر يعلم عليه تاني. راح له واستناه قدام المدرسه وسال صحابه هو فين، فبيقولوا له يا عم ده كان غايب بقاله فتره ولسه اول يوم يجي النهارده، وشكله اتغير وبقى شخص تاني وهتلاقيه جاي هناك اهوت. وفعلا تشينيتشي بيوصل، اول ما ميتسو بيشوفه بيقول له تعالى معايا، بياخده وبيروح لنفس المكان القديم اللي ضربوا فيه قبل كده. بيتكلم معاه بكل عصبيه وبيقول له خير ان شاء الله، سمعت كده كلام انك بتكلم البت ماكي وشفتها فاتحه صورتك على تليفونها، هو انتوا بينكوا حاجه ولا ايه؟ شينيتشي بيقول له قصدك البنت ام مسمعه؟ افتكرتها، لا يا عم مفيش بينا اي حاجه وما اعرفش عنها حاجه اصلا، ويلا علشان لازم امشي دلوقتي. ميتسو بيتعصب من كلامه، بيقول له انت هتكذب كمان وعايزني اصدقك، تعالى بقى. بيهجم عليه بكل عصبيه وكان عاوز يضربه، ولكن انت بتهجم على مين؟ شينيتشي بيفادي هجماته بكل سهوله من غير ما يبص له حتى، بيقول له صدقني الاحسن ليك تبعد عني بعد كده علشان الموضوع ما عادش هيبقى في صالحك. الواد بيتعصب وبيحاول يضربه تاني، ولكن شينيتشي بيمسك رجله بيرميه على الارض وبيقول له لو وقفت او اتحركت من مكانك قبل ما امشي فانا مش هرحمك تاني. وفجاه وهو بيكلمه بيلاقي مورانو جت وبتنده عليه، عرفت اللي حصل من زمايلها وجت علشان تطمن عليه، بتكون فرحانه علشان شينيتشي لسه بخير وما حصلوش حاجه، وبتقول له يلا نمشي من هنا. شينيتشي بيسمع كلامها فعلا وبيطلعوا يتمشوا شويه علشان تطمن عليه وتشوف ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت. شينيتشي بيقول لها انا امي ماتت وابويا كان تعبان في المستشفى وكنت هناك بطمن عليه، علشان كده ما عرفتش اجي الفتره اللي فاتت. ولكن مورانو بتحس بحاجه غريبه ناحيته، ازاي حصل لك كل ده وبتحكي الموضوع عادي من غير ما تتاثر ولا في اي تعبير على وشك. بتقول له انت ازاي بارد كده، انت اتغيرت وما عدتش زي شينيتشي بتاع زمان، معقوله موت امك هو اللي غيرك كده وخلاك بارد للدرجه دي، ولا في حاجه تانية انت مخبيها عني ومش عاوز تقولها؟ شينيتشي بيحاول يتوه في الموضوع وبيقول لها يا ست مفيش حاجه صدقيني. ولكن فجاه هما بيتكلموا، شينيتشي بيسمع صوت ضربه قريبه منه وبيقول لمورانو كملي في طريقك وانا هروح اشوف حاجه وجاي لك تاني. بيروح لمكان الصوت وبيلاقي كلب عربيه خبطته ومرمي في الطريق مش لاقي حد يساعده، على طول بيروح يطمن عليه وبياخده معاه علشان يشوف حالته. في الوقت ده مورانو كانت لحقته وبتروح له تاني، بتكون فرحانه جدا بسبب اللي عمله، بتقول له انا كنت مفكراك اتغيرت وبقيت قاسي ولكن الظاهر اني كنت غلطانه، انا اسفه علشان قلت لك كلام جرحك وما كنتش قصده. شينيتشي بيقول لها يا ستي ولا يهمك، كده كده الكلب خلاص مات دلوقتي، يلا علشان نكمل في طريقنا. ولكن وهم ماشيين الواد بيرمي جثه الكلب في الزباله، البنت بتقول له ايه اللي انت عملته ده، المفروض تدفنه بدل ما ترميه في سله الزباله. شينيتشي بيقول لها بس هو خلاص مات وبقى جثه ملهاش اي لازمه. البنت بتتضايق تاني وبتقول له انت مستحيل تكون شينيتشي اللي انا حبيته، وبتسيبه وتمشي وهي زعلانه جدا. ميجي وقتها بيفهم اللي حصل، بيقول له على فكره كلامها صح وانت اتغيرت وما عدتش زي زمان، ما عدتش بتتاثر باي حاجه حواليك وواخد كل حاجه بمنطقيه، وده نتيجه الاجزاء بتاعت اللي في قلبك خلتك بتتعامل بجديه زي الطفيليات بالظبط يا صاحبي، انت فقدت حاجه من انسانيتك وبقيت شخص مختلف تماما. شينيتشي بيقول له تمام يا عم كده كده مفيش في ايدي اي حاجه اعملها، يلا بينا نمشي. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيروح شينيتشي للمدرسه وبيقضي اليوم كالعاده، وفي الفسحه بيطلع يقف في المكان ده، ولكن وهو واقف بيلاقي ميجي بيكلمه، بيقول له خلي بالك في طفيلي جاي ناحيتنا دلوقتي، مش حاسس منه باي نيه قتل ولكن شكل قوته جباره. وفعلا الواد ده واللي الاستاذه بعتته بيحضر في المكان. شينيتشي استغرب منه وبيقول له ايه اللي جابك هنا وليه قدمت في المدرسه بتاعتنا؟ الواد بيقول له انا جيت هنا علشان اعرف شكلك مش اكتر، تعالى قابلني بعد المدرسه علشان نعرف نتكلم براحتنا. شينيتشي بيقول له تمام، وفعلا لما بيخلص بيروح يقابله، بيقول له انت ايه اللي جابك هنا وليه قدمت في المدرسه؟ ايه اللي في دماغك بالظبط وانت ناوي تعمل ايه؟ شيمادا بيقول له ايه ده يا عم لا يطق لك عرق ولا حاجه، الحكايه وما فيها ان تاميا بعتتني ليك
علشان اقول لك كلمتين، واننا خلاص بقينا بناكل من اكل البشر ومش هنقتل حد تاني. علشان كده قدمت في المدرسه علشان تشوفني وتطمن بنفسك، وبرضه علشان لو حاولت تغدر بينا ولا حاجه. شينيتشي مش مصدق كلامه وعارف انه بيكذب، وعمل كده علشان يغطي على اللي بيعملوه ويقتلوا الناس براحتهم، ويفضل الواد ده مراقبه طول الوقت وما يعرفش يعمل حاجه. ما بيرضاش يتكلم ولا يقول له اي حاجه الا لما يتاكد بنفسه. بيقول له تمام يا عم الرساله وصلت، وبعدين بيسيبه وبيمشي. في نفس تلك الاثناء بقى كانت البنت ميكي قاعده كده وبتحس بحاجه غريبه. بتقول ايوه هو ده شينيتشي، من يوم ما شفته وانا كل ما احس الاحساس ده بيطلع موجود في المكان. بتقوم علشان تشوفه. هنا كانت الصدمه، بتلاقي شيمادا هو اللي في وشها. الواد بيستغرب وبيقول لها انت عرفت منين اني جاي من هنا؟ اكيد انت وراكي حاجه وشكلك بتحسي بينا، انت لازم تموتي دلوقتي. وبيمسك ايديها وبيكون واخدها وماشي. ولكن فجاه بيلاقي شينيتشي وصل هو كمان. بيبعد البنت عنه وبيقول له اللي انت عملته ده احنا لسه ما كملناش كلام عليك، واخدها وماشي بالسرعه ديت. لو فكرت تاذي اي حد من زمايلي فانا هقتلك بدون اي رحمه. شيمادا بيقول له تمام يا عم بس خلي بالك علشان البنت دي بتحس بينا. الواد بيستغرب من كلامه ولكن بيكون فهم قصده. بيسالها ايه اللي حصل وليه كان واخدك معاه. ماكي بدات تحكي له، بتقول له انه من يوم ما العيال ضربوك انت وصاحبك وانا حسيت منك احساس مرعب كده، فضلت مراقباك من فتره وكل ما تيجي معدي من مكان احس بنفس الاحساس، بس دي اول مره اتلخبط فيها والاقي الواد ده هو اللي قدامي. شينيتشي فهم انها بتحس بالطفيليات وبيقول لها انا عاوز اطلب منك طلب، عاوزك اول ما تحس بالشعور ده تهربي من المكان بسرعه، مش عايز تقربي من حد ولا تتعاملي بتهور بعد كده علشان ما يحصلش مشاكل. البنت بتقول له تمام يا عم اللي انت عايزه، هعمل اللي انت قلت لي عليه بعد كده. وبعدين كل واحد بيروح لبيته. وتاني يوم بيكون في بنت تدعى ايما وهي ماشيه في الطريق للمدرسه بتشوف الواد شيمادا ماشي قدامها. كانت معجبه بيه جدا وبتراقبه من فتره علشان كده كملت ماشي وراه. ولكن اذ فجاه وهي واقفه بتراقبه بتلاقي كره تنس رشقت في دماغه. الواد دماغه اتطبيت ولكن ما تاثرش ولا قال اي كلمه. البنت وقتها بتترعب جامد، ما كانتش مصدقه اللي هي شافته قدام عينيها. اترعبت من اللي شافته ورجعت البيت على طول. راحت لاخوها اللي كان شغال في التحقيقات مع الشرطه وسالته عن الجرائم اللي بتحصل اخر فتره، مين اللي بيقتل الناس دي كلها. الواد بيوري لها رسمه وبيقول لها الصوره دي خدناها من احدى كاميرات الشوارع، وبيقول لها دي الكائنات اللي بتقتل الناس اخر فتره. دول مش بيقتلوا الناس بس، ده مع كل واحد بيقتلوا بيغيروا اشكالهم ومحدش بيعرف هما مين، ومش عارفين نحدد اماكنهم لحد دلوقتي. بس اللي جابك وليه فجاه بتسالي الاسئله دي كلها؟ البنت بتكون مرعوبه جدا وما بترضاش تقول له غير لما تتاكد انه طفيلي فعلا. ومن ساعتها بدات تراقب شيمادا في كل حته لحد ما في يوم من الايام بتشوفه وهو ماشي بالليل كده. بتفضل ماشيه وراه لحد ما بيدخل احدى الشوارع الضيقه. بتركز معاه وبتلاقيه غير وشه وبقى واحد تاني وشكله دي الهيئه اللي بيقتل الناس بيها. البنت وقتها بتقلق جامد من اللي حصل، بتتاكد فعلا انه طفيلي بيقتل الناس اللي حواليها. بتكون محتاره جدا ومش عارفه تتصرف ازاي وقتها. ولكن تاني يوم بتعمل حاجه غبيه جدا وما كانش ينفع تعمل كده. بتبلغ شيمادا انها عاوزه تقابله في الفصل اللي جنبهم، وبتكون عاوزه تساله عن اللي شافته واذا كان بيقتل الناس ولا لا. هو يا اما البنت دي في دماغها حاجه يا اما في دماغها حاجتين مش حاجه واحده. المهم الواد فعلا بيروح يقابلها وبتكون واقفه مستنياه. اول ما بتشوفه بتقول له انا عاوزه اسالك بس عن حبه حاجات وكنت عاوزه اتاكد منها. بالصدفه شفتك والكوره بتخبط في دماغك ولكن ما حصلكش حاجه، وكمان شفتك وانت بتغير شكلك لواحد تاني وبتتمشى في شوارع المدينه. انا عارفه انك طفيلي بس هل انت بتقتل الناس ولك علاقه بالجرائم اللي بتحصل في المدينه ولا لا؟ شيمادا اول ما بيسمع الكلام ده بيتعصب جامد، بيعرف انها خلاص عرفت حقيقته. بيقول لها كلامك صح، ايوه انا اللي بقتل الناس ولكن انت اللي عليك الدور دلوقتي. وشه بيتحول، خد وضعيه القتل وخلاص شكلها دي نهايتها. ولكن في الاثناء دي شينيتشي كان قاعد في الفصل والدنيا تمام معاه. ولكن فجاه ميجي بيكلمه بيقول له انا حاسس بنيه قتل من الواد شيمادا وخلاص شكله هينهي حياه حد قدامه. شينيتشي وقتها بيترعب وعلى طول بيسيب الفصل وبيروح علشان يلحقه قبل ما يقتل حد. وفي اللحظه اللي كان شيمادا خلاص هيهجم على البنت ويقتلها بتاخد الازازه دي وبترميها عليه وهو زي المغفل. اول ما بيكسرها بتنزل ميه نار على وشه بتفضل تحرق فيه. الواد فقد تركيزه وما عادش شايف ولا عارف يرجع وشه لطبيعته تاني. البنت وقتها بتستغل الوضع وبتطلع من الشباك وبتهرب من المكان. الواد بيحاول يهجم عليها ولكن ما بيكونش شايف ولا مدرك اي حاجه. بيطلع يمشي بره الفصل وكانت حالته صعبه جدا. استاذ من الاساتذه بيشوفه وبيروح يتكلم معاه، بيقول له الاقنعه والحاجات اللي انت لابسها دي على دماغك ما تنفعش هنا، يلا اخلعها دلوقتي. وما بيكونش عارف ان ده وش الطفيلي اصلا. ولكن في اقل من ثانيه بيكون اتقتل هو والاتنين اللي معاه. ميجي هو كمان بيحس بيه وبيقول لتشينيتشي ده خلايا دماغه متدهوره خالص، ما عدتش عارف احدد مكانه بوضوح ولكن ده عمال يقتل في اي حد يقابله وكل مدى ما بحس بنيه القتل عنده بتزيد اكتر واكتر. شينيتشي اول ما بيسمع الكلام ده بيترعب، بيطلع مع الطلبه وبيشوف باقي زمايله خرجوا ولا لا. بيفضل يدور على مرانه وبيكون خايف لا يكون حصل لها حاجه. بيفضل يدور عليها
وسط الطلبه ولكن ما بتكونش موجوده. بيترعب وبيكون قلقان جدا ليكون حصل لها حاجه. على طول بيدخل تاني وبيقول لي ميجي اتصرف واعرف لي هو فين دلوقتي. ميجي بيركز اكتر وبيروحوا على الدور اللي هو فيه وبيقول له هو قدامك في اخر الطرقه. شينيتشي هو كمان بيركز مع الموجودين وبيسمع صوت طلبه بتستغيث جنبه. على طول بيروح هناك والحمد لله بيلاقي البت مورانو لسه عايشه وما حصلهاش حاجه. بيقول لها ما تخافيش انا معاك ومش هسيبك مهما حصل، يلا بينا نمشي من هنا بهدوء قبل ما القاتل ده يحصلنا. ولكن البنت ما بتكونش قادره تقف على رجليها. العيال اول ما بيشوفوها في الحاله دي بيسيبوهم وبيهربوا من المكان بسرعه. شينيتشي على طول بيشيلها وبيقرر يهرب من المكان علشان مورانو ما تتاذاش. بينط من الشباك ده وبينزل ولا كأن حاجه حصلت له، وكمان بيعدي من على السياج ولا كأنه هيركليس في عز شبابه. بيطمن على مورانو وبيقول لها ما تقلقيش، الوضع تحت القلق لا داعي للسيطره، خليكي واثقه ان كله هيبقى تمام. بس للامانه الوضع ما كانش تمام خالص. شيمادا كان عمال يقتل الناس بصوره بشعه جدا، كبار صغار شرطه شعب مش فارق معاه، واللي كان بيقابله للاسف كان بيحصل اللي قبله. شينيتشي هو كمان بيودي مورانو للاسعاف وبيقرر يخلص من شيمادا والقتل اللي بيعمله دوت. بيقول لي ميجي على الخطه اللي في دماغه واللي ناوي يعمله وفعلا بتعجبه. بيقول له يلا بينا يا صاحبي. بياخد الطوبه دي وبيطلع على سطح المبنى المقابل للمدرسه. بيفضل مستنيه عما يطلع هناك، واول ما بيشوفوه قدامهم ميجي بيستخدم قوته على دراع شينيتشي، بيقوي اليافه العضليه، بيمسك الطوبه وبيحدفها عليه بسرعه جنونيه. الطوبه فعلا بترشق في قلبه وبيقع وخلاص شكلها دي نهايته. لا عاش فشخ يا رجاله والله. الشرطه بعدها بتطلع وبتشوف الجثه واخيرا اتاكدوا بوجود الطفيليات وكل الجرائم اللي بتحصل دي هم السبب فيها. على طول عملوا اجتماع ما بينهم وجابوا كل المختصين علشان يشوفوا حل وازاي هيخلصوا من الوحوش ديت. بيفضلوا يتكلموا كتير علشان يلاقوا حل ويحذروا الناس منهم، ولكن واحد فيهم بيعترض. بيقول لهم السكان لو عرفوا بوجود كائنات زي دي بيقتلوا فينا، القلق والرعب هينتشر في المدينه وكل الناس مش هيبقى عندهم ثقه في حد تاني، علشان كده لازم نلاقي حل بدون ما حد يعرف حاجه عن الطفيليات. وفي وقتها الدكتور بيتكلم وبيقول لهم عندي الحل. بما ان الطفيليات بتقدر تغير شكلها ووشها وبتتحول لانصار حاده، معنى كده ان اي جزء في دماغ الطفيليات دي بيعتبر خلايا بما في ذلك الشعر. فلو سحبنا شعر من جسم اي طفيلي الخلايا دي هتقاوم وتحاول تفضل عايشه، علشان كده هتلاقيها بتتحرك ومش ثابته في مكانها، وبكده دي هتبقى الطريقه الاسهل علشان نكشفهم. الكل بيفهم الكلام وبيقولوا له تمام. بيتفقوا ينشروا طريقه تحيه جديده بين الناس وهي سحب شعره لما تقابلوا حبايبكم. بس هل الطريقه دي هتنفع زي ما فاكرين؟ ابدا والله. كان في بنت خارجه مع حبيبها وبيتمشوا بالليل، وفجاه هم قاعدين بيتكلموا سحبت منه شعره علشان تتاكد، ولكن زي ما كلنا متوقعين الشعره بتتحرك وبيطلع انه طفيلي. اول ما بيعرف انها خلاص عرفت حقيقته استغل ان مفيش حد في المكان وقتلها بصوره بشعه جدا، والشكل ده اللي هيحصل فيكم في كل مره حد يكشفهم فيها. المهم بقى ومن ناحيه تانية البنت ماكي كانت بتحلم انها في جنه خضراء وجميله جدا، ولكن فجاه الجو بيعتم وبيظهر وحوش في كل مكان بيهجموا عليها وبيحوطوها من كل اتجاه. ولكن فجاه بيظهر فارس بالخيل بتاعه وبيهجم على الوحوش دي وبيقتل فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم بالكامل. بعدها بيروح ينقذها منهم وبيطلع ان الفارس ده هو شينيتشي. البنت بتصحى من النوم وبتكون مستغربه من الحلم اللي شافته. بتقول هو حذرني من شيمادا قبل كده وانقذني منه، ودلوقتي كمان بحلم بيه. اكيد في ان في الموضوع، يا اما انا بكن ليه مشاعر الحب ومش قادره اصدقها، يا اما هو طفيلي ولازم اتاكد بنفسي. وفعلا تاني يوم بتقابله وهي رايحه للمدرسه. اول ما بيشوفها بيخليها تشد شعره منه علشان تطمن. بعدها بيكملوا مشي وماكي بتتكلم معاه. بتقول له من يوم ما قلت لي لو حسيت بيك اهرب من المكان، وانا كل مره لما بيجي لي نفس الشعور بلاقيك انت دونا عن باقي الناس. ده حتى المره اللي غلطت فيها وحسيت بشيمادا انت برضه جيت وانقذتني. اكيد اللي بيحصل ده مش مجرد صدفه. هو انا بحبك ولا ايه؟ شينيتشي بيتعصب من كلامها وبيقول لها لا صدفه، مش عاوزك تشغلي دماغك وتعملي حاجه غير اللي انا قلت لك عليها. وبعدين بيسيبها وبيمشي. بعدها بتعدي الايام سليمه ومفيش اي مشاكل بتحصل، لحد ما في يوم من الايام بيكون شينيتشي رايح على المدرسه، ولكن وهو ماشي بيشوف انتخابات لمجلس الشعب في المدينه. بيقف يتفرج وميجي بيقول له خلي بالك يا صاحبي كل الناس اللي على المسرح دول طفيليات وشكلهم بيخططوا لحاجه. ومش بس كده، ده في اتنين على الارض كمان بيطبلوا لهم وشكلهم عاملين منظمه عليكم. ولكن ايه هدف المنظمه ديت؟ شينيتشي بيفهم ان بعد ما الشرطه عرفت بوجود الطفيليات كان لازم يامنوا نفسهم اكتر ويبقى لهم سند في كل مكان، علشان كده عاوزين يمسكوا المناصب دي ويامنوا نفسهم اكتر ويعرفوا الشرطه بتخطط لايه، ووقتها محدش هيعرف يأذيهم. وفجاه وتشينيتشي واقف بيلاقي البنت ماكي بتندهله. بيقول له هو انت جيت هنا علشان تشوف الانتخابات ولا ايه؟ شينيتشي ما بيردش عليها وبيقول لها يلا نمشي من هنا بسرعه. بعدها بيوقفها وبيقول لها انت حاسه بكام واحد في المكان؟ البنت بتقول له انا حسيت انك موجود هنا، واول ما وصلت لقيت 6 افراد موجودين. الواد اول ما سمع الكلام ده قلق جدا، اتاكد خلاص ان البنت بتقدر تحس بالطفيليات وتحدد اماكنهم. خايف لا بسبب غبائها في يوم تحس بيه وتروح عندهم ويقتلوها، علشان كده قرر اول ما ميجي ينام يروح ويحكي لها كل حاجه عن الطفيليات وخطورتهم، ووقتها تفهم وتسمع
تسمع الكلام وتبعد عنهم وما عادتش تمشي من دماغها. وفعلا الواد بيستنى اول ما ميجي ينام وبعدين بيروح يقابلها. بيروح المكان ده واول ما بيشوفها بيتاكد الاول ان ميجي نايم. بعدين بيقول لها انا عاوزك تركزي معايا في كل كلمه هقولها لك. بدا يحكي لها عن الطفيليات وكل حاجه يعرفها وكمان حكى لها عن ميجي. بيقول لها الطفيليات دي خطيره جدا علشان كده مش عاوزك تقربي من حد تاني حتى لو حسيتي بيا. البنت طبعا ما بتصدقوش وبتقول له ابقى غطيها وانت نايم، ولو حتى كلامك صح فخلي الطفيل اللي في ايدك يتحول يلا وريني. يا عم لو انت بتعمل كل ده علشان زهقت مني ومش عاوزني الحقك فخلاص يا عم انا اسف على اللي عملته معاك واني زهقتك معايا، ما عدتش هعمل كده تاني وهسيبك على راحتك، يلا سلام. وبعدين سابته ومشت. الواد اتصدم من الكلام وما كانش قادر يتكلم بحرف واحد. بيسيبها تمشي وبعدين بيروح البيت وهو زعلان جدا علشان ما صدقتوش ومفكراه بيعمل كده علشان ما تزعلش وتبعد عنه. ميجي بيلاحظ انه متضايق وبيقول له مالك يا صاحبي، هو في حاجه حصلت لك وانا نايم ولا ايه؟ شينيتشي بيكون متردد وخايف من ردة فعله لما يعرف، ولكن قرر يحكي له اللي حصل له وانه قابل ماكي وحكى لها عنه. بيقول له انا عاوزك تظهر نفسك ليها علشان تتاكد من كلامي يا صاحبي. ميجي وقتها بيتعصب من كلامه. بيقول له انت عارف اني رافض اي حد من البشر يعرف بوجودي صح؟ ولو الحكومه عرفت ان في جسمك طفيلي زيي هنبقى فئران تجارب ليهم ومش هنقدر نعمل حاجه. انت ازاي بتفكر كده يا صاحبي؟ شينيتشي بيقول له ثق فيا المره واحده وخلينا ننقذ حياتها، انا متاكد ان ماكي هتساعدنا ومش هتعمل حاجه. ميجي بيقول له خلاص تمام يا عم اثق فيك المره دي، هسيبك تروح لها بس في شرط واحد، لو حسيت ان البنت دي ممكن تقول للشرطه او تاذينا فانا هقتلها بدون اي رحمه. شينيتشي ما بيكونش قدامه حل تاني وبيقول له خلاص تمام اللي انت شايفه. بينزلوا وبيتمشوا في السكه علشان يروحوا لها. شينيتشي بيرن عليها وبيقول لها انا عاوز اقابلك تاني، المره دي اثبت لك ان كلامي كان صح وما كنتش بكذب ولا حاجه. فبتقول له تمام وبتجهز نفسها وبتنزل علشان تروح له، ولكن وهي ماشيه في الطريق بتحس بطفيلي قريب منها وبتقول ده اكيد شينيتشي. بتحدد المكان وبتوصل فعلا، بس مش ده المكان اللي ميجي قال انه هيقابلني فيه، لا انا لازم اتاكد بنفسي. بتدخل البيت ده وبتفضل ماشيه لحد ما بتشوف صدمه تحبس الانفاس. بتلاقي طفيلي بيقتل في بشري قدام عينيها. البنت اتسمرت في مكانها وما عادتش عارفه تتحرك. في نفس تلك الاثناء بقى ميجي هو كمان بيحس بالطفيلي، راح هو وتشينيتشي علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وفي الوقت اللي البنت طلعت تجري وكانت خلاص هتهرب من الطفيلي قبل ما يقتلها بتشوف صوره تشينيتشي على الباب وبتقول اكيد هينقذني زي ما انقذني في الحلم قبل كده. ولكن في اخر لحظه بتتصاب بالنصل في قلبها وبتقع مقتوله قدام عين تشينيتشي. الواد شاف اللي حصل وما قدرش يمسك نفسه من كتر الغضب. ميجي ما بيلحقش يتكلم بيلاقي هجم على الطفيلي بسرعه كبيره جدا وبيديله ضربه بكل قوته. خد قلبه ورماه في الجدار اللي وراه قتله في ثواني معدوده. ايه القوه دي كلها يا ابني؟ بعدها بيروح لماكي اللي كانت وقتها بتلفظ انفاسها الاخيره. بيقول لها اجمدي كده انا متاكد انك هتكوني كويسه. ولكن البنت بتقول له كنت عارفه انك هتيجي علشان تنقذني، انا حلمت بيك قبل كده وجيت انقذتني من الوحوش اللي هجمت عليا، كنت عارفه انك هتيجي يا تشينيتشي كنت عارفه. وبعدين بتلفظ انفاسها الاخيره، لحظه مؤثره بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بعدها تشينيتشي بيبلغ الشرطه وبياخدها للعزاء. كل الطلبه والاهالي كانوا زعلانين جدا عليها وخاصه ميتسو. بيروح لتشينيتشي بكل عصبيه وبيضربه. بيقول له ليه ما انقذتهاش؟ ليه وصلت متاخر وسبتها تموت قدام عينيه؟ انت مش عارف قد ايه انا كنت بحبها. بيفضل يضرب فيه اكتر واكتر وكان زعلان جدا على فراقها. شينيتشي هو كمان بيتعصب منه وبيديله بوكس بيطيره بعيد عنه. بيكون متفهم حالته وبعدين بيسيبه وبيمشي. بيروح لمكان بعيد عن الناس وبيفضل يعذب في نفسه. بيلوم نفسه على كل حاجه وبيقول كل ده حصل بسببي، ده حتى برغم ان كل ده حصل فيا مش قادر اتاثر ولا انزل دمعه واحده. هو ايه اللي بيحصل لي بالظبط؟ المهم بعدها بيروح للمدرسه والبنات هناك ما كانش ليهم غير سيره واحده بس، اللي حصل وموت البنت ماكي امبارح. لكن تشينيتشي ساعتها بيتضايق وبيسيبهم وبيطلع بره يفك عن نفسه. حبيبته مورانو كانت مستنيه ومشيوا سوا، وطول الطريق بتحاول تفتح كلام معاه ولكن الواد مش بيعبرها ولا بيديلها اي اهتمام. فتشينيتشي كان خايف عليها، خايف لحسن تقرب منه اكتر ويكون مصيرها الموت زي ماكي بالظبط. مورانو بتحاول تهون عليه والبنت دي طيبه جدا الصراحه. لكن نسيبنا منهم وفي مكان تاني بقى بنشوف زعيم الطفيليات دول بيتكلم معاهم وبيقول لهم اسمعوني كويس، البشر ما طلعوش زي ما احنا فاكرين، لا دول اكتشفوا طريقات تخليهم يعرفونا ويميزونا عنهم. شايفين الدوائر اللي على الخريطه دي كلها اماكن التغذيه الامنه اللي احنا عملناها، ومع ذلك الطفيلي بتاع امبارح راح وقتل البشريه بعيد عن الاماكن دي. فكانت النتيجه طبعا انه مات وزود علماء البشر بعينه جديده مننا. اللي حصل ده تهريج واحنا لازم نتصرف. لكن وقتها بتقاطعهم الاستاذه تاميا بتقول لهم انا عارفه مين اللي عمل كده بالظبط، اللي عمل كده هو الواد اللي قدامكم ده شينيتشي ايزومي، طالب في المدرسه اللي انا شغاله فيها وعنده 16 سنه. وعلى حد علمي فالبنت اللي اتقتلت دي تبقى حبيبته ماكي. على الارجح هو اول ما شافها كده اتعصب جامد ومسك
يمسك الطفيل اللي قتلها ودعكه في الجدار. فانا على فكره اتكلمت معاه قبل كده، الواد ده عقله سليم بالكامل وبيتعايش مع الطفيل اللي مستحوذ على دراعه اليمين بكل حب. فباختصار كده الواد ده عينه ممتازه لعلماء البشر وخطر علينا احنا كطفيليات. انا على فكره بفكر فيكم في مستقبلكم، وبصراحه كده مفيش قدامنا غير حل واحد بس، اننا نقتل الواد اللي اسمه تشينيتشي ده. الكل بتعجبه الفكره، وبكده تشينيتشي خلاص بقى مستهدف من جماعه الطفيليات. يا حلاوه، الشكل اللي جاي هيبقى دمار. المعلمه بتكمل كلامها وبتقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا ومحدش فيكم يتدخل، فخبر موت تشينيتشي هتسمعه قريب جدا، والشكل فعلا اللي جاي ما يبشرش بالخير نهائي. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم تشينيتشي كان ماشي وبيطلع لشله شباب صيع بيحوطوا من قدامه ومن ورا وبيقولوا له جهز بقى علشان هنفشخك دلوقتي. تفشخوا مين يا شويه عاهات؟ ما بيعديش كتير وبنلاقي الواد مخلص عليهم بالكامل. اشكال وسخه فعلا ملهاش عازه بصحيح. واحد من العامه بيصوره وتشينيتشي بيمسك الولد ده بيرفعه في ايده وبيقول له انطق يلا، انت مين اللي قال لك تعمل كده؟ الواد وقتها بيقول له واحده ست هي اللي دفعت لي فلوس مقابل ان اخلص منك. ساله على مواصفاتها وعرف ان مفيش غيرها. ايوه دي اكيد الاستاذه تاميا. اوبا، تشينيتشي عرف وقتها ان الطفيليات عرفوا عنه كل حاجه. على طول بيسيبه وبيروح مدرسته علشان ما يتاخرش، وبيتكلم مع مورانو وبيحاول يصلح اللي بوظه امبارح. لكن البنت كانت لاحظت عليه حاجه غريبه من ساعه ما انقذها اخر مره، وحست ان مش ده تشينيتشي اللي هي عارفاه، وكانه شخص مختلف عن الذي عاهدته في الطفوله. على طول بتوقف ايده وبتقول له انا اسفه يا تشينيتشي، ورايا حاجات ضروريه لازم اعملها. تشينيتشي وقف مستغرب واللي هو جرى لك يا بنت انتي. وفي الوقت ده كانت تاميا بتتكلم مع الواد اللي صور خناقه تشينيتشي مع الشباب، والواد كانت قوته لا توصف بجد. بيقول لها انا مش مصدق انه بشري اساسا. سالته لو لاحظ اي تغير في ايده اليمين كده ولا كده، وكانت عاوزه تعرف اذا كان بيجي يشتغل ولا لا، لكنه قال لها لا انا ما شفتش اي حاجه بصراحه. تاميا استغربت، بدات تفكر في الموضوع لحد ما وصلت لاستنتاج منطقي. اكيد الولد ده بقى عنده نفس قدراتنا احنا الطفيليات، احنا لازم نخلص منه في اسرع وقت. تاميا دي ذكائها خارق فعلا. شينيتشي في الوقت ده كان بيتكلم مع ميجو بيقول له هي ليه مورانو بتتعامل معايا كده؟ قال له كله بسببك يا غبي، فهي اكيد لازم تبعد عنك بعد اللي حصل للبنت ماكي. فالبنت ماتت بين ايديك وانت رحت بكل برود وسلمتها للشرطه، حضرت عزاها وتعاملت عادي جدا وما ظرفتش دمعه واحده حزنا على فقدانها. هي دلوقتي فاكرك انت اللي قتلتها للاسف، وخلاص فقدت ثقتها منك يا صاحبي، باين انك خلاص فقدت انسانيتك للابد. شينيتشي قال له معاك حق، فانا لازم اعمل اي حاجه علشان ارجع اتاثر زي البشر من تاني. على طول بيطلع يستاذن ابوه وبيطلع يتمشى شويه ويروح لمكان قتل ماكي علشان يتاثر من اللي حصل، يبص للمكان اللي ماتت فيه ويحاول يتاثر يمكن يرجع زي البشر من تاني. ولكن في الوقت ده الواد اللي تبع تاميا كان مستنيه، مشى وراه، وصلوا فعلا لمكان الجريمه. شينيتشي وقتها بيدخل للمكان اللي البنت ماتت فيه وبيلوم نفسه لانه كان سبب في موتها. بيحاول انه يتاثر وبيتكلم مع ميجو، وفجاه ميجي بيشوف الراجل وهو بيصوره. الراجل عرف انه طفيلي وبيحاول يهرب، لكن ميجي حلف وقال له ربنا ما هسيبه. بيهجم عليه وتشينيتشي بيحاول يمنعه بس ده مش بيسمعه، بيجري وراه بيجرحه في ايده والراجل بيقدر يهرب. ميجي ما يقدرش يبعد عن تشينيتشي اكتر من كده لانه هيموت. بيرجع له تاني وبيقول له يلا بينا بسرعه، يلا بينا نلحقه قبل ما يهرب ويعرف حد باللي شافه. تشينيتشي بيوقفه بيقول له ما ينفعش نعمل كده، فمهما كان هو روح بشريه ما ينفعش نقتله يا صاحبي لا. لكن ميجي ما بيقتنعش، بيمسك في عمود الاناره ده وبيفضل يقاوم لحد ما القوه بتخور وبينام. ايد تشينيتشي بترجع لطبيعتها تاني وبيروح على البيت، وابوه بيساله اتاخرت ليه؟ في حاجه حصلت لك ولا ايه؟ قال له لا ولا اي حاجه، ما تشغلش بالك بيا. وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم ميجي بيفضي كاميرات المراقبة اللي اخدوه من الواد بتاع امبارح، وبيهزق تشينيتشي وبيقول له عجبك كده؟ ابن الهرمة ده كان بيتتبعك من زمان جدا، وانا دلوقتي عاوز اسألك سؤال، مش حلال في الموت؟ تشينيتشي قال له لا، انا ولا انت لينا الحق نعمل كده، ما حدش يقدر ياخد الروح غير اللي خلقها بس، اي حاجة تانية تعتبر قتل وجريمة يحاسب عليها القانون. بس اللي اعرفه دلوقتي فاحنا لازم نجيب الكلب ده ونعرف مين اللي وراه. بيجري يدخل الفصل بتاعه بيتخيل ان زمايله عرفوا كل حاجة وبيبعدوا عنه. امشي من هنا، انت وحش واحنا مش عايزين نشوفك تاني، انت تستاهل الاعدام. يا نهار ابيض، شينيتشي شاف شريط حياته قدام عينيه. بس اهدى يا عم مالك في ايه؟ فدي كلها هلاوس مش اكتر. بيفوق وقتها على صوت المدرس مرعي اللي بيقول له روح نام في بيتكم يا حبيبي، في المدرسه مش للنوم هنا. الواد فعلا بيسمع كلامه وبيسيب الفصل وبيرجع بيته فعلا بدون نقاش. بيقعد على الكمبيوتر بتاعه بيفكر في التخلص من ميجي. بيقول انا لو قطعت دراعي اليمين دي هنخلص من الجانب
الطفيلي مني وهوصل للراحه النفسيه اخيرا وما عدتش هعول هم اي حاجه. بس لا، اقعد يا غبي انت من غير ما يجي فانا هبقى ولا اي حاجه. وفي وقتها بيسمع صوت طفله بتطلب المساعده وعلى طول بيطلع يشوف فيه، ويا لها من مفاجاه. ايوه، ده الراجل بتاع الكاميرات لسه مراقبه رغم الجرح اللي في بطنه. الواد اول ما بيشوفه بيندهله علشان يتكلم معاه، بس تتكلم مع مين؟ ده انت وحش العين. الراجل بيفلق من مكانه وتشينيتشي بيدخل الاوضه من تاني. كان قلقان وتعبان جدا، وعلشان كده بيطلع يقابل حبيبه القلب. البنت بتقول له انت مخبي عليا ايه بالظبط؟ جاوبني بكل صراحه علشان اقدر اساعدك. فانا جوايا تساؤلات كتيره مش لاقيه لها اجابه. في اليوم اللي ماتت ماكي فيه انت كنت رايح تقابلها، فالمفروض كده انها مهمه بالنسبه لك. ده انت حتى لما طلبت منك اننا نتقابل قلت انك مش مهتم وعندك مشوار لازم تروحه. معنى كده انك كنت بتحبها يا تشينيتشي مش كده؟ طب طالما بتحبها ليه ما زعلتش عليها لما ماتت؟ اتعاملت عادي بعدها ولا كأن حاجه حصلت. من فضلك يا تشينيتشي احكي لي كل حاجه، احكي لي يمكن اقدر اساعدك واقف جنبك ولا حاجه. الواد اتاثر بكلامها، كان لسه هيعرفها الحقيقه لكن ميجي بيقول له عاك لو عرفت اي حاجه فانا هقتلها حالا ودلوقتي. الواد وقتها بيرجع عن اللي في دماغه غصب عنه، بيقول لها لا يا ستي ولا في اي حاجه، صدقيني لو في اي حاجه هقولك. البنت بتفهم انه مش عاوز يتكلم وبتاخد بعضها وبتمشي، بس بتقول له لو انا كنت مكانك يا تشينيتشي ما كنتش اخبي عليك انت بالذات، وهاجي على طول احكي لك انت اول واحد. لكن وعلى ما يبدو فانت خلاص ما عدتش بتثق فيا. سلام يا تشينيتشي. وبتمشي البنت وفي عينها كميه حزن تكفي عوالم واكوان. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيتكلم ميجي مع تشينيتشي وبيقول له معنى ان الشرطه ما جتش تقبض علينا لحد دلوقتي فالشخص ده اكيد ما قال لهمش اي حاجه، فيمكن علشان عددهم حاليا قليل ومش هيقدروا علينا. تشينيتشي قال له انت لسه عاوز تقتلهم؟ قال له لا 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 خلاص، انا صرفت نظر عن الموضوع خالص يا باشا، خلينا احنا كمان نراقبه ونلعب دور المحققين شويه. فانا اتفرجت على المحقق كونان يا عم وانا صغير، فانا هبهرك ما تقلقش. الواد قال له طيب يا عم الفزلوك هنجيب حد نثق فيه منين؟ بس سرعان ما بيروح لزميله اللي ساعده ينتقم من الطفيل اللي قتل امه، بيقول له عامل ايه يا ابو الصحاب؟ ازيك وزي احوالك يا باشا؟ كله تمام التمام يا اخويا، انت اللي عامل ايه؟ بعدها بياخدوا فوق السطح وبيتكلموا شويه عن المهمه اللي هم عاوزينها، والواد قال له تمام يا عم انا معاك وما تقلقش من اي حاجه. في الوقت ده كمان كانت الاستاذه تامية قاعده مع المصور، والواد قال لها بعصبيه هو انت مش مصدقاني ولا ايه؟ اه والله زي ما بقول لك كده، ايده بتتحرك لوحدها حتى انها حاولت تقتلني زي ما انت شايفه كده. تامية قالت له وطي صوتك الناس حوالينا، شكل حالتك الصحيه مش ولا بد خالص الفتره دي، عرفت حسابك كم وانا هحول لك على داير مليم. الواد قال لها حسابي ايه وزفت ايه يا ست انتي؟ انا في دماغي اسئله كتير محتاجه الاقي لها اجابه. صح، انا افتكرت دلوقتي انت سالتيني قبل كده عن اي حاجه غريبه في دراعه اليمين واكيد انت عارفه حاجه. البنت حاولت تنكر انها سالته لكنه قال لها انا متاكد زي ما انا متاكد اني شايفك قدامي دلوقتي، انت كمان تعرفي حياته مش كده؟ قولي لي يلا ايه الكائن اللي في دراعه ده؟ الناس بدات تركز معاهم والاستاذه تامية بتقول له كفايه عليك لحد كده، لا ده انت لسعت على الاخر، ما تتصلش بيا تاني يلا. وبتسيبه وبتمشي، بترجع لبيتها وبتضحك قدام المرايه بكل خبث وشرانيه، ومن كتر ما صوتها كان عالي ومخيف الواد ابنها الصغير بيصحى من النوم وبدا يعيط. الام الجحد طبعا مش فارق لها يعيط ولا يتفلق ولا بيشغلها اي حاجه. المصور هو كمان بيرجع بيته وبنعرف ساعتها ان شغله الاساسي هو التحقيق. فاللي قدامك دلوقتي يا صديقي هو المحقق كوروموري، بيقعد في الاوضه يكلم نفسه ويشرب شويه شويبس اناناس علشان ينسى اللي حصل، وبتطلع مراته تتكلم معاه وبتطلب منه يبطل مراقبه الواد ده، بتقول له ما تحشرش نفسك في حوار ما انتش قده لان شكلك كده مش عاجبني خالص الفتره اللي فاتت. لكن الواد بيرفض وبيقول لها يا ستي ما تشغليش بالك، انا هفضل ورا الواد ده لحد ما اعرف ورا ايه بالظبط. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيطلع وراهم مراقبه ما بيحلهمش. شينيتشي بيستدرجوا للمنعطف ده وبيثبتوه، بيركبوا العربيه وبياخدوه المكان مهجور. الراجل كان خايف ولكن تشينيتشي بيهديه، شرح له وفهمه كل حاجه من اول دخول ميجي لجسمه لحد ما تقابله ولحد وقتنا هذا. بيقول له المطلوب منك تتكتم عن الموضوع علشان لو الحكومات عرفت هيحولوني لفرد تجارب ليهم وانا مش عاوز ده يحصل. كوروموري بيقول له ايه يعني؟ ما تخليهم يعملوا عليك تجارب يمكن يلاقوا علاج وتبقى نافع للبشريه. المفروض اننا نكون وطن صالح وتضحي بنفسك علشان اغلب العالم يعيش. هو انت مش بشري يا عم ولا ايه؟ وساعتها ميجي والطفيل التاني ما يقدروش يمسكوا نفسهم من العصبيه وكانوا هيقطعوه. بيقولوا له بلا تضحيه بلا يحزنون، يلا يلا عار انت من هنا، كفايه انزحه وشغل عيال صغيره بقى، امثالك انا عارفهم كويس قوي، فاحسن لك يعني كبر دماغك مننا وما تحاولش تلعب في عقول الشباب التعبانه، والا قسما عظما ما خليك تشوف نور الشمس ده تاني. الواد
بيخاف منهم على الاخر وبيقول لهم خلاص انا مش هعرف حد باي حاجه. ميجي قال له يبقى احسن زي ما قلت لك بالظبط، اعمل بقى واجب وعرفنا مين طلب منك تراقبنا. الراجل طبعا محقق محترم ورفض يفصح عن هويه عملائه، بس ميجي قال له انا خلاص عرفتها، واحب اقول لك ان عملتك ديت مش بشريه، لا دي طفيليه وممكن تقتلك في اي لحظه. تاميا ريوكو استاذه ثانويه في المدرسه اللي بيدرس فيها تشينيتشي. الراجل اترعب حرفيا، وبالليل بترن عليهم وبتطلب تقابلهم. يا نهار ابيض، دي عايزه ايه الست دي؟ بيقرروا فعلا يروحوا لها، والست كانت غيرت نفسها وقاعده بتحضر درس التكاثر، الدرس اللي بيستنوا كل طلبه تالتة اعدادي. لكن ما علينا، المهم الست القادره كانت واخده ابنها الصغير معاها ورمياه جنبها، بتخلص شرح المحاضره وبتشيل زي كيس الزباله قرفانه منه، بتطلع بيه على السطح وبتقابل تشينيتشي. سالته عن ميجي وازاي اندمجوا سوا، لكن الواد رفض يجاوبها باي حاجه. قال لها انت اللي بعتي المحقق ده علشان يراقبني صح؟ ليه عملت كده بالظبط؟ ماذا لو علم انك من الطفيليات؟ حينها الن تكونين في خطر؟ بتقول له عادي عادي، في اسوأ الحالات هغير شكلي واعيش بهويه جديده. سالها عن مخططاتهم الجايه، فبتقول له لا كل خير، ما تقلقش من حاجه، احنا مش عاوزين مشاكل معاكم بعد دلوقتي، حاليا بنخطط للتعايش مع البشر زي ما انتوا بتتعايشوا مع الحيوانات كده بالظبط، فانتوا بتاكلوا عدد منهم كل سنه مش كده؟ فاحنا برضه هنتعايش معاكم وهناكل منكم عدد كل سنه. اظن كده فكره جباره وحل يرضي الطرفين، خصوصا ان السيد رئيس الدوله يبقى واحد مننا. يا نهار ابيض، حتى ده بقى واحد منكم؟ الواد طبعا بيتعصب عليها، بيقول لها انا مش ممكن اسامحكم، لا فانتوا خدتوا اكتر حاجه عزيزه عليا. تامي عرفت انه يقصد امه وفضلت تضحك بهستيريا عليه، بتقول له طفيلي مننا اتغذى عليها مش كده؟ يالا ده الموضوع مضحك بشكل انا مش قادر اوقف نفسي من الضحك. الواد اتعصب اكتر وشكله بقى اخطر واحقر، بيقول لها انا هخلص عليكي هنا ودلوقتي. قالت له ابقى اشوفك تحاول كده بروح امك، وهوب رفعت الواد ابنها كدرع ليها. البنتين دول بيشوفوها من بعيد فبتاخد بعضها وبتمشي. شينيتشي لحقها عاوز يوصل لها، بس بعد ايه بس؟ البنت فص ملح وداب، ما عادش ليها اي اثر قدامه. هي هتفضل تلعب معاه كتير بقى ولا ايه؟ لكن بيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيجي له المحقق كوروموري بيطلب منه المساعده، وده لان صاحبه امبارح كان بيراقب تاميا ومش ورا الراجل اللي كان بيتكلم معاها، لا واخد واحده شابه معاه تحت الارض ونزل وراه علشان يلحق البنت قبل ما يجرى لها حاجه، بس لحد دلوقتي ما رجعش وتليفونه مقفول. شينيتشي قال له ما تقلقش يا عم الناس انا معاك. بيروحوا لهناك فعلا، والمعلم كان مغير شكله ومسطح حته جديده، وبتقول له احنا هنعمل ايه تحت في الجراج ده؟ قال لها انزلي بس ومالكيش دعوه، تحت هتعرفي كل حاجه، في مفاجاه جميله هتعجبك. كوروموري بيطلع كاميرته وبيصور، لكن شينيتشي بيتدخل في اللحظات الاخيره، بيصرخ في البنت وبيقول لها هربي بسرعه، اللي انت معاه ده مش بشري. لا البنت بتحاول تهرب بس خلاص يا ماما قد فات الاوان. الطفيلي بيخلص عليها، بيطعنها في ظهرها وبعدها بيهجم على ميجي. المستوى كان متقارب فعلا، ضربات يمين شمال من كل الاتجاهات بس برضه بدون فايده، ده اقوى خصم واجهه لحد دلوقتي. شينيتشي بيقول له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ميجي قال له هي دي محتاجه هنلفه حواليه اكيد. بيغير وضعيته وهوبا واحده في الثانيه بيخلص عليه وبيجيبه على الارض. افتكر انه خلاص مات، ولكن ده طلع لسه عايش وحاول يغفله، بس ده ميجي يلا انت عبيط ولا ايه؟ بياخد باله على اخر لحظه وبيخلطوا الاشلاء في ثواني معدوده. بيقعدوا بعدها في الحديقه والراجل الغلبان بيطلع ذاكره الكاميرا وميجي بيكسرها، بيقول لهم كان معاكم حق من البدايه، الموضوع اكبر مني بكتير، سامحوني بس انا هدمر كل الادله اللي معايا وهنسى اني شفتكم من الاساس، معلش اعذروني، فانا عندي طفله عاوز اربيها. وفي الوقت ده كانت جماعه الطفيليات متجمعين بسبب اللي تشينيتشي عمله وقتلوا لاحد افرادهم في منطقه تناول الطعام الامنه. تاميا بتقول لهم ما قدامناش حل غير القتال، بس لو واجهنا واحد ضد واحد فممكن نخسر واحد مننا. فالواد ده شغال يتطور كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، وشكله ما بيهزرش نهائي. الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي هو اننا نتكاتر عليه علشان نعرف نهزمه. يا ولاد الخبيثه، بقى حته عيل ما حصلش 17 سنه يلعبكم بالشكل ده، جاتكم خيبه شويه طفيليات، لكن ما علينا يعني. المهم بيخلص الكلام بينهم على كده، وتاني يوم ميجي بيحس بثلاث طفيليات بيقربوا من المدرسه بنيه القتل. شينيتشي بيعرف ان هو الهدف وبيترعب جدا، بياخدها
بياخدها جري من المكان وبيبعد عن المدرسه بقدر الامكان، وبيقول لميجي جهز نفسك يا بطل. بس ميجي مش قادر. ايوه ده نام خلاص. قال له حاول تهرب منهم الفتره دي لمده 4 ساعات على ما فوقلك. الواد اتحط في حوار هو مش قده، من غير ميجي مش هيقدر يعمل اي حاجه. بينزل من التاكسي ده وبيقول اخيرا هاخد نفسي حبه. غلبان ما يعرفش ان الطفيلي كان وصل للمكان. بيقول له عيب لما تجري منك كده يالا، فانا سمعت انك قوي مش كده ولا اي كلام. الواد بيترعب ما بيستناهوش يكمل وبيفعل وضع الجري كل الجدعنه. بيجري باقصى سرعه عنده، بس طفيلي وراك ومش هيسيبك. بيلاقي راجل عجوز طيب وغلبان بيركب معاه لحد ما تعدي ال4 ساعات. بينزله هنا والواد التاني هو كمان حصله. ميجا اخيرا بيفوق. شينيتشي قال له يا عم انت قلت 3 طفيليات، انا مش شايف غير واحد بس قدامي. قال له بكل بساطه علشان ال3 في جسم الواد اللي قدامك ده، احنا مش بنقاتل طفيلي واحد، لا دول 3 في 1. يا نهار ابيض، دي شكلها هتبقى مجزره. بدا الاشتباك بينهم والاتنين كانوا اعتياء جدا. شينيتشي محتار حرفيا، مش متاكد ما اذا كان ميجا هيقدر يغلبهم ولا لا، لكنه في النهايه بيقرر يثق فيه. الطفيلي واللي اسمه ميكي بالمناسبه بيقول له بما انك هزمت الكثير من بني جنسي فانت اكيد بتستخدم اسلوب قتالي مبتكر، علشان كده وريني يلا الاسلوب ده وما تخبيش عني اي حاجه. بيضحك وبيهجم عليهم بكل ما اتاه من قوه، وسرعته لا تكاد توصف. ده القوه دي كلها يالا. شينيتشي قال له ما بدهاش بقى الجري كل الجدعنه. بيبعد عنه مسافه كويسه وبيقول لي ميجا هنعمل ايه؟ انت المره اللي فاتت قلت لي ان نقطه ضعفهم هي الجزء البشري منهم، فليه ما نهاجمش ساكينو؟ ميجي ما بيلحقش يرد عليه وبيلاقي ميكي نزل عليهم بكل عصبيه. بيقول له انت عصبتني يالا، كل شويه شغال تجري زي الجبان بالظبط. اقف وقاتلني راجل لراجل، خلينا ننهي المهزله دي حالا ودلوقتي. بيهجموا على بعض وميجي وميكي عاملين برق ورعد. بيسبب له جرح بسيط في ساقه اليسرى، وتشينيتشي بيفادي الهجمه الثانيه. ميجي بيقول له انا فهمت كل حاجه، اركض باقصى سرعه يا تشينيتشي، خلينا نستدرجه للغابه. بالفعل بيسمع كلامه وفضل يسحبه لحد ما ميجي قال له ستوب، ده مكان كويس. الواد بيلحقهم فعلا، وتشينيتشي بينفذ خطه ميجي بالحرف الواحد. بيتفادى كل هجماته وبعدها بينقض عليه بهجوم مباغت بيغفله. ميجي بيحميه وهوبا بيطير دماغه. كده تمت المهمه بنجاح يا بطل. بس هو بالسهل كده ولا ايه؟ لا والله. ايوه الطفيلي ده ما ماتش، لا ده ظهر واحد جديد اخد مكان اللي اتقطع، واللي اتقطع رجع من تاني في الدراع. ده كده دول اجمالي 5 طفيليات في نفس الجسد. يا نهار ابيض. الطفيلي الجديد بيقول للباقيين معلش اتاخرت عليكم يا جماعه، يلا بينا نبدا المدعكه اللي بجد. وعلى طول بيتسلق الاشجار وبيهجم عليه من فوق. احي يا جماعه دول جولوا في ملعبه. ميجي بيقول له اطلع من الغابه بسرعه، فاحنا هنا هناكل على دماغنا بس مش اكتر. بيطلعوا على الطريق السريع بالعافيه، وتشينيتشي كان مرعوب. بيشاور للاخ ده علشان ياخدهم معاه، ولكنه مش بيسمعهم، لا لكن دول بيركبوا مع عافيه. ميكي هو كمان بيغير شكل رجله رجلين حصان وبيجري وراهم. لا كده كتير بصراحه، ما هو ما فيش حصان سريع كده الا لو كان كداب زي حالاتك. بيهجم عليهم والواد شغال يصد كل الهجمات. سائق الشاحنه بيشوفهم، هو ايه ده؟ ازاي كده؟ معقول اللي انا شايفه حقيقي؟ اما الحلم يا روح امك. ميجي بيدخل له الكابينه وبيلف في الطاره شويه، بيغير مسار العربيه وهوب بتيجي شاحنه في الاتجاه المعاكس بتطيره. الاتنين دول بينزلوا يطمنوا عليه فبياكلهم علشان يرجع طاقته. يا ولاد الكلب. على جانب تاني بنشوف المحقق كوروموري بعد ما القتل اتقالته الليله الماضيه كان في مكتب التحقيقات، وكمان بيطلب مقابله شخص يدعى هيراما لمناقشه بعض الامور المهمه. بس يا ترى ايه هي الامور دي بالظبط؟ هتعرف كل حاجه في الوقت المناسب. لكن نسيبنا منهم ونرجع تاني لتشينيتشي اللي قدر يهرب واشترى لنفسه لبس واكل بالفلوس اللي سرقها ميجي. بيسمعوا في الاخبار عن اللي حصل لعيله كوراما والطريقه الغريبه اللي ماتوا بيها. اوبا شينيتشي اللي عارف ان هدفهم الجاي هيكون ابوه، علشان كده بيتصل على ابوه وبيقول له اطلع من البيت حالا ودلوقتي. الاب بيساله عن السبب والواد عرفه بكل حاجه. اهرب باسرع ما يمكن لان في وحش حاليا جاي عليك وناوي يقتلك. الراجل قال له خلاص تمام وجهز نفسه علشان يمشي من المدينه. في الوقت ده كان هيراما وصل وبيتكلم مع كوروموري، بيقول له احكي لي كل حاجه، يلا يا صاحبي خلينا نرجع حقهم. الواد فعلا بيعرفه بكل اللي يعرفه عن الطفيليات وانهم كائنات شريره بيتغذوا على عقول البشر. بيكتب كل حاجه في مذكراته وبيسيبها لهم في غرفته في الفندق وبيهرب. بيروح عند بيت الاستاذه تاميا ولكنها مش بتدخل البيت، لا دي بتغير طريقها وبتروح ناحيه موقع بناء مهجور. وفجاه يا عيني على المفاجاه بيطلع عليها ال3 دول وبيقولوا لها جهزي يلا علشان نهايتك قربت. لا تنهوا مين؟ ده انتوا شويه غلابه مساكين. بتتلهي معاهم في الكلام للحظه والعجوز بيغفلها وهي مش ملاحظه. بس على مين
تانيين. دي تاميا جبروت، دي بتخلع منهم وبتطير فوق البيوت، دي عندها خفة ورشاقة لم يسبق لها مثيل. الواد بيروح وراها لكن البنت مش سهلة، لا دي بتقدر تواجبه كمان بتجريه، وفي الاخر بتخرج جزء من جسمها وبيدخل لجسمه. الراجل بيفضل يتألم بصورة مش طبيعية، اتجنن على الاخر وتاميا اتحكمت فيه. بيهجم على البنت اللي قدامه وبيفرتكها في ثواني معدودة. تاميا بتستحوذ على جسم البنت اللي معاهم وكده ما فضلش غيرك يلا. الواد بيهجم عليها وللأمانة كان شرس وعافي حبتين، لكن ده مش بيفرق معاه وبيقتلها بدم بارد. يا نهار ابيض. الواد فرحان وفاكر ان كده خلص عليها، بس بوم بياخد طلقة خلصت عليه. ايوه دي تاميا ما كانتش ماتت، لا دي قسمت جسمها الاتنين فقط لا غير. بتقول انا ما بحبش اظهر الجانب ده لحد من بني جنسي، لا بس انت خونتنا وتخطيت كل الحدود، فعلشان كده يلا غرفة داهية من قدامي. وبتسيبه وبترجع على بيتها. بتتصدم ساعتها ابنها مش موجود، وبالفعل كان المحقق كوروموري خطفه وساب لها رسالة فيها المكان والميعاد اللي هيتقابلوا فيه. شينيتشي بيتصل تاني على ابوه، ولكن اللي بترد هي تاميا ريوكو. الواد قلق على ابوه، بيفتكرها قتلته، لكنها بتعرفه باللي حصل وبتطلب منه يقابلها في حديقة هيكاري. الواد بيقول لها تمام، واثناء ما البنت مورانو كانت واقفه مستنيه شينيتشي يطلع علشان تديله الدروس اللي فاتت، بتشوف تاميا خارجه من عنده، بتسالها على شويه حاجات وتاميا بتقول لها ما تقلقيش، فالواد ده اقوى مما يبدو عليه، سلام دلوقتي علشان مش فاضيه لك، وتسيبها وتمشي. بعدها بتروح مورانو تتمشى مع صاحبتها، لكنها بتشوف شينيتشي راكب في الاتوبيس ومعدي من جنبها، بتاخدها جري وراه وبتشوف تاميا في نفس المكان. البنت بتهرب منها والتانيه بتاخدها جري وراها بكل ما اتاها من سرعه، بس دي تاميا يا بت بتغفلها وبتهرب من قدامها. بعدها بتقابل كوروموري في الحديقه، وتشينيتشي هو كمان بيوصل في الوقت المحدد، بيلف في المكان شويه وحبيبته مورانو وهي كمان بتحضر في المكان. يا حلاوه، دي شكل كل حاجه هتبان دلوقتي. الواد بيهددها انه هيرمي ابنها ويقتله قدام عينيها دلوقتي، وبيقرب من الصوره وبالفعل جاء رده سريعا. الراجل مش مصدق. تاميا بتاخد الطفله وحتى هي نفسها مش عارفه هي عملت كده ليه. كوروموري بيختل توازنه وبيقع من فوق السور، لكن سرعان ما الشرطه والمحققين بيحضروا في المكان، بيسالوا عن اللي حصل معاه، والواد بيقول لهم على مواصفاتها وانها لابسه ابيض فابيض ومعاها طفل رضيع. بيقول في سره انا مبسوط لاني عملت حاجه صح في حياتي، فدلوقتي اقدر اموت وانا مرتاح. المحقق بيحاول يفوقه ولكن خلاص روحه بترجع للي خلقها. الواد خلاص بيفارق الحياه، وللاسف ما عرفوش يستجوبوا بالكامل، فبيكتفوا انهم يقدموا له التحيه. وفي الوقت ده شينيتشي اخيرا بيوصل للمكان، بيتقابل مع تاميا. الواد متعصب جامد وما كانش طايق يبص في وشها، كان في قمه الغضب، ويجي قال له اهدى يا عم خلينا نشوفها عاوزه ايه المره دي. لكن تاميا بتضحك لهم وبتقول لهم انا قتلت 38 روح بشريه. شينيتشي اتصدم، قال لها بكل عصبيه انت قتلت 38 شخص كاملين. البنت قالت له ايوه انت زعلان على 38 بس، ده ازاي يا جدع؟ فلعلمك انا اقل واحده من بني جنسي قتل عدد من بني جنسك، فغير اللي واكل 100 واللي واكل 200 واللي واكل 1000 انت مش عارف حاجه. فانا مش جايه طبعا علشان اتفشخر بحاجه شكل كده، لا، ولكن اكتشفت ان الطفيليات تقدر تعيش بدون ما تتغذى على البشر، وطول الفتره دي وانا بحاول افهم العلاقه بيننا وبينكم، فما نحن بالنسبه للبشر وما البشر بالنسبه لنا. قال لها تشينيتشي واكتشفتي حاجه؟ قالت له ايوه احنا زي الاخوه بالظبط، فاحنا نفس الشكل زي ما انت شايف كده، ولكننا اضعف منكم بمراحل، علشان كده ما تتنمروش علينا. الواد اتجنن، نتنمر عليكم ازاي بس؟ ده انتوا اللي نازلين فينا اكل وتقتيل بدون اي رحمه، وتقولوا ما تتنمروش علينا؟ اقسم لك ما اخلي ولا واحد منكم عايش على وجه البسيطه. قالت له جوتو الطفيل اللي جورت لي الغابه اياك تقتله او تجي له على سكه من الاساس، سيبك من ميكي والنواة ضعيف، جوتو ده في مستوى اخر تماما، ولو كان هو اللي قتلك من البدايه كان زمانك في خبر كان، ولسه هتحكي له عن السيد رئيس الدوله، ولو المحقق وافراد الشرطه محوطينهم من كل اتجاه. المحقق الكبير بيقول لنفسه انا كنت متاكد ان وراك حاجه خطيره يا تشينيتشي، بس يا نهار ابيض ده انا مش قادر افرق البشر عن الطفيليات. على كل حال ارفعوا ايديكم واستسلموا من غير شوشره. البنت بتقول له انت غلطان، انت اكيد بتدور على حد تاني مش احنا. قال لها لا انا متاكد انك تاميا ريوكو اللي كوروموري يتكلم عنها، واللي خلاه متاكد كده يا صديقي بقع الدم اللي على هدوم ابنها الصغير. بيطلع مسدسه وبيضرب عليها وبوم الطلقه بتخرم دماغها، والبنت بعد ما كانت بتنكر قالت له ايوه انا هي تاميا ريوكو، وروني هتعملوا ايه شويه فرافير، هاتوا اخركم يلا. بيطلعوا مسدساتهم وبيضربوها بالنار، والطلقات بتخرم جسمها من كل ناحيه، والطفل مرعوب يا عيني. شينيتشي بيصرخ فيهم يوقفوا علشان مفيش طلقه
طلقه طايشه تصيب الطفل كده ولا كده، وبيقول لهم الطفل ده بشري بالكامل. لكن في اللحظه دي مورانو بتسمع صوت ضرب النار وبتقول لا مستحيل تشينيتشي يكون متورط مع عصابه خطيره زي دي. بتطلع تجري في المكان ولكن ماكي بتظهر وبتمنعها، بتخليها ترجع تاني وتروح ناحيه الصوت. نرجع بقى لتاميا ولا جديده يذكر، بتقرب من تشينيتشي الخايف وميجي بيقول له اهرب لا تعمل لك حاجه. الواد فعلا كان هيسمع كلامه، بس البنت بتقرب منه وبتقول له ياخد الطفل، خده وربيه وعيشه حياه امنه زي ما بيستحق. بتقول له انا ما عملتلوش اي حاجه، الطفل ده بشري بالكامل وانا ما مسيتوش باي اذى. بياخدوا منها فعلا وتاميا بتموت قدام عينيه. الطفل بينهمر في البكاء هو كمان، كيف لا يبكي وقد ماتت امه امام ناظريه. فحتى لو كانت طفيليه وضيعه لكنها قد ضحت بحياتها ليحظى هو بحياه جديده. ميجي بيبص لجثه تاميا على الارض وبيستغرب من تصرفاتها، بيسال نفسه عن السبب اللي خلاها تعمل كده، مع انها كانت تقدر تخلص عليهم بكل سهوله، او على الاقل كان ممكن تهرب وتغير هويتها، وما كانش عارف هي عملت كده ليه. مورانو هي كمان بتوصل على المكان وبتشوف الواد الصغير بين ايديه، دماغها بتلففها العالم كله ويا حلاوه حرفيا. الواد بيفتكر كل اللي ماتوا قدام عينيه وما بيقدرش يمسك نفسه، بدا يعيط بطريقه هستيريه. الحكومه بتتحفظ على الطفل وبتاخده معاهم، ومورانو بترجع المدرسه من تاني وبتطمن زميلها انها قابلت تشينيتشي وانه لسه بخير وهيرجع المدرسه قريب جدا، وكانت في قمه السعاده. امال برضه تشينيتشي فين؟ فهو كان في المنشاه دي بيجري عليه تجارب سريه، بيخلص وبيروح يتكلم مع ابوه شويه. وفي الوقت ده الشرطه بتجيب سجين غريب الاطوار وبتطلب منه يتفحص الخمس افراد اللي هيدخلوا كمان شويه، يعرف اذا كانوا بشر او طفيليات. الواد بيقول لهم تمام سيبوا الموضوع ده عليا، انا فنان كبير والكشف عن وجود الطفيليات ده لعبتي. بيطلبوا من تشينيتشي يستنى في الغرفه دي لحد ما ينادوا عليه. كان مع 4 اشخاص تانيين وشكلهم كده مشتبه فيهم هم كمان، بينادوا عليهم واحد ورا واحد، ودور تشينيتشي جه خلاص. بيدخل جوه وبيعمل نفسه مش فاهم اي حاجه، بس السجين بيطلب منه يبص في عينيه. شينيتشي خايف وقلقان، معقوله تكون هي دي النهايه؟ المجرم بيتذكر لمحه عن ماضيه وازاي كان بيقدر يميز بين البشر والطفيليات، وازاي الطفيليات دي كانت بدون مشاعر عكس البشر اللي بطبعهم كائنات حساسه. بيفوق من ذكرياته وبيفضلوا مرائين لبعض، والمحقق هوراما بيقول له في ايه يا عم وصلت الحاجه ولا ايه؟ قال له لا انا كنت شاكك فيه في الاول ولكني ادركت العكس تماما، ده انسان طبيعي جدا وما فيهوش اي حاجه غلط. بيخرجوا لبره بعدها وتشينيتشي بيسال المحقق عن مصير الطفل المجهول، قال له هنتاكد من سلامته الاول وبعدها هنبعته لدار رعايه. فبيقول له تمام وبيرجع على بيته وبينام على سريره. ابوه بيسيبه على راحته وبيخرج لبره. ميجي بيفوق وبيقول له في ايه يالا مالك؟ حصلت حاجه وانا نايم ولا ايه؟ بيقول له يا عم ده انا كنت مرعوب جدا. فالواد اللي قابلته هناك كان كائن اخطر من الطفيليات نفسهم. ميجي استغرب ازاي يا عم بس هم البشر مخيفين ولا ايه يا جدع انت؟ اوعى تكون بتشرب حاجه كده ولا كده. قال له لا يا عم ما بهزرش، بس انا مش عارف انا ليه خفت منه، بس على الارجح انا خفت منه لانه كان قاتل عين. بس ما علينا يا عم كبر دماغك. في نفس الوقت ده بيوصل خبر مقتل تاميا و3 من الطفيليات في غضون 3 ايام. الرئيس بيقول لهم اللي قتل ال4 دول مش نفس الشخص، لا اوبا بابا الراجل ده ذكائه مش طبيعي، قدر يعرف ان تاميا هي اللي قتلت 3 في موقع البناء وبعدها ماتت في الحديقه اثرا لاطلاق النار عليها. ذكاؤه خارق لابعد الحدود، والراجل ده لو ركز مع تشينيتشي هيفلقوا نصين، لكن بيخلص اليوم على كده. في الصبح بقى بيرجع تشينيتشي لمدرسته تاني، بيقابل زمايله وبيلعب معاهم وبيغير هدومه وبيستعد للمغادره. بس فجاه بيلاقي مورانو جايه بتنكشه، بتقعد تتكلم معاه وبتعرف انه خلاص فاضل لهم 3 شهور بس على التخرج. بيتكلموا عن خططهم المستقبليه، واثناء كده بيدخل عليهم المحقق هيراما. العيال بتتجاهله وبتمشي، لكنه بينادي بعلو صوته هننتصر في المعركه دي بنسبه 99.9. انا متاكد اننا نمحيهم من الوجود، بس في حاجه ناقصه انا مش فاهمها. مخططي ناقصه حاجه اساسيه، حجر براق، وعلى ما يبدو الحجر ده هو انت يا تشينيتشي. مورانو ما بيعجبهاش الكلام وبيقول له احنا مالنا يا جدع، ما توضح كلامك اكتر. فانا وتشينيتشي مجرد طلبة ثانويه عاديين زي ما انت شايفنا قدامك، والواد اللي قدامك ده اغلب من الغلب. اوعى تفتكر انه هيركليس في عز شبابه ولا حاجه. البنت فعلا خايفه عليه لابعد الحدود، لكن تشينيتشي ما بيديلهاش اي اهتمام وبيروح مع المكتب. زميله المسؤول عن تدريب القوات بيطرح عليه بعض الاسئله وبيقول له انت ليه بارد كده؟ شفت هيراما ورجالته بيقتلوا واحده ست قدام عينك وما تاثرتش ليه؟ هو انت جبل يا جدع انت ولا ايه؟ ومش بس كده، لا ده انت شلت جثه شاب في المرحله
الثانويه وسلمتها للشرطه بنفسك بدون مشاعر، بدون حزن او اسى. ده انت حتى يا جدع ما كانش باين على وشك اي حاجه. وتاني حاجه عايز اسالها لك، في رايك ايه السلاح اللي هيكون فعال ضد الطفيليات؟ جاله على الجرح يا عيني. الواد وقتها بيفتكر كلامه مع ميجي وبيقول لهم احنا محتاجين قاذف لهب. المحقق وقع على نفسه من كتر الضحك وقال له خلاص تمام، انا غلطان اني سالت عيل زيك من الاساس، لكن ما زلنا محتاجينك معانا لان من بكره هتبدا المجزره اللي بجد. يمر الوقت سريعا وبالفعل قدام مبنى محافظه البلديه اتوبيسات بتقف وبتسد المداخل والمخارج. بيقولوا انهم من الشرطه وصلتهم معلومات ان في مجرم مسلح داخل المبنى، لازم تتجمعوا في مكان واحد باسرع وقت ممكن. الناس خفت فعلا واتجمعوا في المكان اللي قالوا لهم عليه، لكن في الحقيقه مفيش مجرم مسلح اصلا ولا بتنجان. فهم عملوا كده علشان خاطر بس يجمعوا الناس في مكان واحد مراقب بالكاميرات، وبمساعده القاتل المتسلسل ذي القدرات العجيبه يقدروا يحددوا هويه الطفيليات. القاتل بيفطس على نفسه من كتر الضحك اول ما بيشوف تشينيتشي داخل وبيقول لهم ايه التهريج ده يا جماعه؟ الله يخرب بيتكم، جايبين مجرم سفاح ومراهق ثانويه علشان يساعدوكم في مهمه تبع الحكومه؟ دي باظت خالص. بيسكتوه. تشينيتشي بيقعد مكانه بيفتكر كلام الاستاذه تامية عن المحافظ وبيكون متردد يعرف الحكومه ولا لا. بيطلعوا كل 7 اشخاص يوقفوهم قدام جهاز الكشف بموجات اشعه اكس، بيكشفوا عليهم والسبعه دول ما فهمش اي حاجه. اللي بعدهم نفس الكلام وتشينيتشي زهق من كل ده، بيقول لي ميجي ما تعرفني عددهم وخلاص يا عم، خلينا نخلص بدل شغل المرض اللي بيعملوه ده. قال له للاسف دول كتير وانا مش هعرف احدد عددهم بدقه، لكن يعني هم من 3 ل 9 طفيليات. بتتوالى عمليات الكشف والبنت دي اول طفيلي معانا في السته، دي كانت متخفيه بشكل ما يتصدقش، ولولا جهاز الاشعه ما كانش حد هيصدق انها طفيليه. بيسحبوها من وسط الصف وهوبا بيشمطوها طلقه في قلبها بتقضي عليها. تم القضاء على اول طفيلي بنجاح. بيداروا الجثه بالاتوبيسات والمواطنين بينتابهم حاله ذعر رهيبه اول ما بيسمعوا صوت ضرب النار. هو انتوا جايبيننا هنا تموتونا ولا ايه؟ ما حد يفهمنا اي حاجه، وضحوا لنا كل حاجه وما تسيبوناش كده يا جماعه. الشرطه وقتها بتهديهم وبتقول لهم ده القناصين بتوعنا ضربوا طلقه بالغلط، وتحسبا لاي حاجه فاحنا هنصبر 10 دقائق كده وبعدها نبدا الاخلاء من تاني. الطفيليات في الوقت ده بدات تحس بالقلق، عرفوا وقتها خطه البشر الخبيثه في التخلص منهم. ال10 دقائق بيخلصوا والاخلاء بيرجع زي الاول، بيطلعوا 7 كالعاده ومفيش طفيلي بيظهر. دول اكيد عرفوا خطتنا. الشرطه والمحققين في الوقت ده بيعرفوا ان في بشر في الطابق الثاني، ولكن المحافظ بيوقفهم، بيقول لهم دول مجموعه تبعي من خيره رجال الاعمال وما ينفعش يعرفوا باللي بيحصل في البلد، وازاي على حته حرامي مدوخنا وراهم لففنا حوالين بعضنا. بيقولوا لهم تمام، والبنت دي بتقول لهم انا عاوز اروح. بيطلعوا ال7 دول بعدها والمجرم بيتعرف عليهم، ايوه دول كلهم طفيليات، بس هي واحده جنة بتجيبه على الارض بتخلص عليه. اللي بعده بيحاول يهرب ويا هنا يا سعده. اللي مات دوت طلع بشري عادي، قلبيزه ده بيزيد في الزيطه، بس هي واحده بتريحه ابن العبيطه، فهو كان طفيلي من الاساس. فالبنت اللي شفناها في الاول دمرت المستشارات وكده مش هيعرفوا يميزوهم. الواد ده وقتها بيتحول وسط القاعه وبيقتل في البشر اللي حواليه بكل غباء. خلاص كشفوا عن نفسهم وما عادوش هيستخبوا من تاني. وفي وقتها باقي الطفيليات بيسيبوا زميلهم يدبح في الناس تحت وهم بيصعدوا للاعلى. كده خلاص. الشرطه وقتها بتقتحم المكان وبتطلب منهم الخضوع والاستسلام. عم بندق بيعمل نفسه ذكر وبيعترض، فبيدي الواحده بتقتله بدون اي رحمه. بيعرفوا الناس الحقيقه الكامله وان صفوف مركز البلديه مرصعه بالخونه والطفيليات. يا نهار ابيض. وقتها بينقسموا الفرقتين والقاتل المختل بيطلع مع ريوساكي للطابق الثاني. شينيتشي هو كمان في الوقت ده كان قاعد في اوضه لوحده ومش عارف هيتصرف ازاي حتى يساعد في تقليل عدد الضحايا بالاسفل. المحافظ بيتقابل مع رئيس اللي بيقول له انت ليه ما هربتش من هنا؟ قال له انا لو كنت عايز اهرب كنت ههرب بدون ما حد يحس بيا، بس انا عاوز اراقب البشر لاطول فتره ممكنه علشان افهم هما بيفكروا ازاي بالظبط. بيقول له تمام يا عم اعمل اللي انت عايزه، وبيسيبه وبيمشي. فرقه التحقيقات بقياده ريوساكي بتعرف اللي حصل وبينقسموا وقتها الفرقتين. بيكسروا الباب ده وبيلاقوا ورا 2، ولكن دول من البشر عادي ما فيش منهم اي خطر. بيسيبوهم وبيكملوا طريقهم، وبيطلع قدامهم الموظف ده والقاتل بيقول لهم ده طفيلي خلصوا عليه. ما بيلحقش يكمل كلامه وريوساكي بيغفله وبيقضي عليه. لا قلبك جامد يلا. بيستمروا في عمليات قتل هذه الوحوش، وتشينيتشي بيتذكر اخر كلمات الاستاذه تامية ريوكو. بيفتكر ساعه ما قالت له انهم كطفيليات كائنات ضعيفه ما يقدروش يعيشوا بدون غذائهم اللي هو البشر، فالطفيلي ما هو الا كائن حي يعتمد على كائن اخر واللي يعتبر العائل واللي هو بيغذيه. نرجع لمبنى البلديه من تاني، وساعتها بيظهر قدامهم الشاب ده بيحاول يضحك
بيضحك عليهم، لكن على مين يا غلبان؟ هي طلقتين بيقضوا عليه والدنيا كانت 100 فل و10. بيوصلوا للممر اللي في الرئيس، والقاتل اول ما بيشوفه بيترعب. ده مش طفيلي عادي، لا بيصاب بحاله هلع وبيطلع يجري من المكان. الضابط ده بيروح يجيبه والرئيس بيقول لهم زي ما قال لكم بالظبط، انا مش بشري لا، بس تعالوا نتخانق في مكان اوسع شويه علشان ناخد راحتنا. بياخدهم للمكان ده والجنود بيتحوطوا من كل اتجاه، بيطلقوا عليه النار وبيخرموا من كل حته. ولكن ده حته جته، تفتكروا انه مات؟ لا والله، ده واقف زي البغل ثابت وما جرالوش اي حاجه. يا نهار ابيض، دي القوه دي كلها يا كداب انت. بيضحك وبيقول لهم شكرا على الذخيره يا ولاد العبيطه. بوم، بيرموا الرصاصات عليهم بسرعه خاطفه وفتاكه. العيال تحاول مهما تحاول، بس كل محاولاتهم في الفاضي. خلاص انتم مش عارفين بتتعاملوا مع مين. ده اللي قدامكم ده حرفيا وحش العين. عمو بيكون واقع على الارض عامل نفسه ميت، بس الطفيلي بيشوفه بيعرف انه جاي في تشغيل دماغ. بياخد منه السلاح وبيدي الواحده بتخلص عليه. شغلت دماغك؟ طب خد يلا. بيطلع من الاوضه ولا همه، بيدور على اللي بعده وشكله كده ناوي ينهي الموضوع. في نفس الوقت ده بتوصل فرقه مسلحه للمحافظ اللي كان في قاعه الاجتماعات. بيقولوا لهم تعالوا لي يا غولي. اوبا شكلها كده ما تبشرش بالخير نهائيا يا صديقي. الفرقه الثالثه هي كمان بتكلم ريوساكي وبيعرفوا انهم حاليا قدام الرئيس. بيقول لهم يبقى خلصوا عليه وما تسيبوش يفلت من ايديكم. يلا في رعايه الله يا حبايبي. المحافظ بيخرج عن صمته وبيقول لهم يلا واقفين مكانكم كده ليه؟ قربوا يلا ما تقلقوش. بيقربوا منه بالفعل وبيحطوا من كل زاويه واتجاه. بيقول لهم دلوقتي انتوا اكيد متاكدين ان النصر هيكون ليكم، بس لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. فالاسلحه اللي في ايديكم دي انتوا بتستخدموها غلط، مش المفروض تستخدموها ضدنا. لا، فانتم البشر كائنات مغزيه بتحب الحرب بطبعها. العيال بتتصدم من كلامه والواد بيقول لهم المفروض تستخدموا الاسلحه دي ضد بعضكم بس مش تقتلونا احنا. لا، انتوا اللي لازم تموتوا لتنمركم على كائنات ضعيفه شكلنا. لازم تفهموا ان وجودنا مهم زي وجودكم بالظبط. فدي اللي بيسموها السلسله الغذائيه. كلام الراجل ده كان بيتسجل وبيتعرض للعالم كله. شينيتشي بيتاثر من كلامه جدا وحاجه بتتحرك جواه، بس ده مش طفيلي اساسا. ما بيلحقش يخلص كلامه يا عينه وبيقلب مصفى من كتر الطلقات اللي اتعرض لها. بيقع على الارض يسيح في دمه وبيفارق الحياه. الجنود بتقرب منه علشان تتاكد اذا كان بشري او لا، وزي ما توقعت طلع بشري خاين للبشريه. يا نهار ابيض، صدمه بكل المقاييس. ده ازاي كده؟ محدش مصدق اللي بيحصل بالظبط. الرئيس بينزل عليهم من فوق وبيتجنن اول ما بيلاقي زميله ميت بالشكل ده. الاتنين دول بينهم علاقه صداقه غير طبيعيه. واحد من الجنود بيبلغ ريوساكي باللي حصل، فبيقول له جاي لك ما تقلقش. في اللحظه دي المجرم بيقتل المحقق وبيسيبه وبيمشي. يا ابن الخبيثه، استغل انه زعلان على اصحابه وغفله من ظهره وهرب. بيمشي بعدها ولا همه، فعلا خنزير بصحيح. ننتقل بقى عند جوتو وهو خارج من القاعه هيجان. بيلمح الجنود دول قدامه وفي ثانيه الا ثانيه رائحه الدماء العفنه ملأت عوق المكان. دي شلالات دم في كل حته، والوضع ما يبشرش بالخير نهائيا يا صديقي. محدش عارف ايه ماهيه الكائن ده وازاي بقى قوي بالشكل ده. بتدخل عليه فرقه كامله ومصيرهم زي اللي قبلهم. جوتو بيتفادى كل طلقاتهم وبيغفلهم من ورا. بيقتلهم بنفس الطريقه اللي قتلوا بني جنسو بيها. وقتها بيمسك الاتنين دول كادر عليه وبيصد بيهم الرصاص. العيال بتتوسل لهم وبتطلب الرحمه، لكن القائد بيقول لهم لا، اياكم توقفوا مهما يحصل. هم كده في عتاد الموتى خلاص. جوتو ابن الهرم شغال يتقدم اكتر واكتر والعيال ماتت من رعب قدامه. ريوساكي هو كمان بيعصر دماغه. بيعرف انهم لو عايزين فعلا يهزموهم فلازم يهاجموهم في مكان مفتوح. بيضرب عليه جزء بوازيك بيفجره وبيطلب من جنوده يتجمعوا على السطح. بيوصلوا بالفعل والواد بيقول لهم اتوزعوا على الجنبين، بس هم فين اساسا؟ جوتو وقتها بيفتح الباب وبيقول له ما عادش غيرك يا حلو، كل رجالتك ماتت وراك. جهز نفسك بقى علشان هتحصلهم. ريوساكي بيركز معاه وبيعرف انه مش مثالي بالكامل. لا، بيضرب عليه بوازيك من تاني، لكن جوتو بيفعل درعه وبيصد كل هجماته. بيطير في الجو وبيراوغ كل طلقاته. بينزل عليه وبيغفله من وراه بالرجل كمان، والواد خلاص بيودع. الراجل واقع على الارض يعني ولا حول لي ولا قوه، مش قادر يعمل اي حاجه. بيقول له انت جنس ملتك ايه بالظبط؟ قال له انا كائن حي زيك كده، كائن حي ليا حقوق وواجبات، ومن ابسطها النوم والاكل والحياه، بس انتم جيتم بدون اي وجه حق وقتلتونا. فاكرين نفسكم مين بالظبط؟ لا، السؤال كده غلط. مين انتم علشان تقرروا اذا كان وجودنا ليه لازمه ولا لا؟ بوم، بيرمي على الشجره دي وبينزل يخلص على الباقي. بيلاقي شينيتشي في وشه وميجي قال له مش قلت لك؟ يا ريتك سمعت كلامي. بس خلاص الموضوع انتهى. جوتو بيقول له بقى انت يطلع منك كل ده؟ لا انا مش مصدق، كل بني جنسنا ماتوا وكنت انت السبب. بجد انت ازاي خسيس او كده؟ شينيتشي بيترعب جدا وجوتو ناوي
ناوي يقتله، لكن المحقق بيحميه وبيضرب 5 طلقات في صدره. جوتو اعجب بدقته، قال له لو كان قلبي موجود هنا كان زماني ميت بالفعل. على كل حال انا دلوقتي تعبان وفقدت دم كتير، هنتقابل تاني، سلام يا ابن العبيطه. ويسيبهم ويمشي. شينيتشي هيتجنن. المحقق بيقول له اقف عندك حالا، انت مين بالظبط؟ اقوى طفيل فيهم اعترف بيك كخصم ليه؟ هسألك تاني، انت مين يلا؟ قال له انا معرفش، انا مجرد واد غلبان ومعرفش اي حاجه، انا مرعوب ومش عارف هو ليه بيعمل كده، مش عارف هو عايز مني ايه بالظبط. المحقق طبعا ما بيصدقوش وبيقول له هتكون فاكرني مغفل ولا حاجه، كل دول ماتوا بسببك وانت مش عاوز تتكلم. شينيتشي دخل في حاله هستيريا وهوب بيصحى مفزوع. كل ده كان حلم مش اكتر. ميجي قال له حلمت بجوتو ولا ايه؟ شينيتشي قال له احنا هنموت مش كده؟ قال له والله يا عم انا مش عارف، بس اللي متاكد منه اننا لازم نفضل مكملين وما نستسلمش لاخر لحظه، خلينا نطلب المساعده من بني جنسك البشريين. شينيتشي رفض فكرته تماما وبيقول له مستحيل اعرض حياتهم للخطر، مستحيل اعرض حياتهم للخطر قلت لك، فانا مش عاوز حد يموت بسببي. بعدها بيطلع يتمشى شويه ويشم هوا وبيتكلم مع ميجو، ولكن الواد ما بيردش عليه. بيعرف وقتها انه نايم ولو جوتو هجم عليه دلوقتي هيتشال حرفيا. بيجري عليه بأقصى سرعة ومخه بدأ يوديه ويجيبه. ده بقى شايف جوتو في كل حتة حواليه، بيستمر في الهرب وبيخبط في الاتنين دول، بيعتذر منهم بدل المرة 2 بس العيال بتسوق فيها على الآخر. تسوقها على مين؟ يلا بلع منك ليه يا حزين؟ بيلحسهم الأسفلت وبيقول لهم مش قلت لكم أنا آسف؟ أعمل لكم إيه تاني؟ الاتنين أغمى عليهم من كتر الضرب يا عيني، وتشينيتشي سابهم ومشى. فعلا الواد ده متضايق جدا وحالته النفسية تصعب على الكافر، علشان كده شينيتشي سابهم ومشى وراح لمرانو البيت، قابلها واتكلم معاها وضمها ليه وهو بيرتجف. البنت بتتألم والشنطة بتقع من ايديها، بتزقه لورا والواد بيحس بالزعل من نفسه وبيقعد في الجنينة دي حزين وبيتكلم مع نفسه. ومورانو وقتها بتيجي تهون عليه، الواد بيفرح من كلامها وبيخلص اليوم على كده. تمضي الايام سريعا، وفي هذا اليوم العادي يتفاجأ تشينيتشي بميجي بيحذره، اسف اني بعكر صفاء قلبك وروقان بالك، بس انت لازم تهرب حالا ودلوقتي، يفضل تبدأ بالجري دلوقتي، انت لسه هتفكر؟ انجز يا عم. جوتو بيقرب مننا بسرعة كبيرة وشكله كده مش ناوي على خير بالمره. شينيتشي بيسمع كلامه وبياخدها جري على رجليه وبيركبوا العربيه دي، وميجي بيكون شبح زي حالاتي في السواقه، بياخد السكه على الهادي، وتشينيتشي بيقول له يا دي الحلاوه دي، حرامي وكمان سواق، ده انت جامد اخر حاجه. بيقول له والله يا ابني دي حاجات بسيطه، اقل حاجه عندي، بس المهم دلوقتي هنعمل ايه في البلوه اللي جايه لنا دي؟ للاسف مش عارف، لكن وان لم يكن هناك مفر من القتال فلنتقاتل بعيدا عن المدينه كي لا يموت الكثير من الابرياء. فبيقول له خلاص يا عم انا عندي فكره مجنونه. لسه بيساله وهي لقاهم بينطوا على جوتو بيقطعوا طريقه. يا ابن المجنونه، في الحقيقه ميجي عمل كده علشان يفاجئه ويخلص عليه، لكن ده في مستوى اخر تماما، بيطلع زي الفل وما فيهوش اي حاجه. يا نهار ابيض، انت ما متش ازاي من الضربه دي؟ ميجي قال له هرب يا باشا. بيجروا فعلا وبيقفوا عند الشجره دي، وتشينيتشي كان خايف على حياته، ولكن ميجي هداه، قال له انت مختلف يا صاحبي، انت مش زي البشر العاديين، لا، فحط ايدك على قلبك وخد نفس عميق هتحس انك تمام بعدها. الواد بيسمع كلامه بيهدى فعلا. ميجي قال له اسمعني كويس بقى، احنا لو حسبنا احتماليه انتصارنا على جوتو فهي هتكون صفريه مستحيله، ولولا المصداقيه لقلت انها منعدمه. الواد ده في مستوى تاني يا عمنا، بس صدقني لو تعاوننا سوا فاحتمال نقدر نعمل معاه اي حاجه، بس ده لو تعاوننا سوا، اما لو اتفرقنا لو انت ففرصتنا في النجاح هتزيد. امسك الولاعه دي وانا هعرفك هنعمل ايه. جوتو في الوقت ده بيوصل على المكان وميجي انفصل عن تشينيتشي، استخبى فوق الشجره هنا وشينيتشي مستخبي وراه هناك. جوتو بيوصل ليهم وبيحدد مكان الواد، وكان فاكر انهم مع بعض، غلبان ما يعرفش انهم يخرطوا زي البتنجان. جوتو بدا في الهجوم على ميجو، بيقطع فروع الشجره اللي حواليه بكل شراسه، وتشينيتشي بيمسك الولاعه وبيجهز نفسه وراه، قاعد مستني اشاره ميجي علشان يتحرك ويخلص الكلام. جوتو ساعتها حس ان في لعبه بتتلعب عليه، وقال بقى كده اخ منكم اخ، بينده عليهم وبيحاول يستفزهم بالكلام، بس ده مش بينجح بفضل خطه ميجي العبقريه والتي تتمحور كالاتي. شينيتشي هيجي من وراه وهيشتته بخشبه مولعه نار، وده اللي هيلهي جوتو وهيخليه يتفاجئ. هنا بقى هيجي دور ميجي المحوري في الخطه، فهو هيستغل صدمته ساعتها وهيطير دماغه، وتشينيتشي ياخدها ويطلع يجري بعيد، وبكده هيمنع احتماليه اندماجهم من تاني. لا دماغ متكلفه اقسم بالله. وفعلا بتعدي 3 دقايق وميجي بينده عليه، كاتش هم. شينيتشي فعلا بيستقبل الاشاره وبيجري عليه بكل ما اتاه من قوه، وهوب بيغرس الخشبه ديت في رجليه. جوتو بيتلهى معاها، وفعلا
ميجي بينقض عليه، بيقطع رقبته بالفعل لكن مش كلها للاسف، بيحاول يقطعها من تاني بس ده عند تاني. بوم عندك يلا. جوتو فاق لهم يا جماعه، بيلحم دماغه تاني وبيقول لهم هو ده اخركم ولا ايه؟ اها ده كده خلاص هي دي النهايه. ميجي بيطلب من اتشي يهرب. اهرب باقصى سرعه عندك يا صاحبي وياك تفكر فيا، اياك تبص لورا. شينيتشي واقف مصدوم مش مستوعب اللي بيحصل وهوبا جوتو بيخبط واحده كانت هتطير له عينيه. ساعتها ميجي بيصرخ في تاني وبيفوقه اهرب يا صاحبي دي خلاص النهايه. شينيتشي فعلا بيسمع كلامه وميجي بيعترف انه حب الايام اللي قضوها سوا. بيقول الحمد لله اني ما استحوذتش على دماغك يوميها، لو كان ده حصل ما كنتش هتقابل مع صاحب جدع زيك يا تشينيتشي. على كل حال شكرا لكل لحظه عشناها سوا، كل كلمه كل خناقه اتخانقناها كانت بتقربنا من بعض اكتر واكتر. سلام يا تشينيتشي، سلام يا صديقي العزيز. وبعدها ميجي بيزبل وبيموت. فعلا لحظه مؤثره بكل معنى الكلمه. وعلى الناحيه التانيه شينيتشي كان في منتهى الحزن عليه، بيتكعبل في الحجر ده وبيقع في الميه وبيلحق نفسه وبيعيط بحرقه شديده على صاحبه اللي مات. الواد اتعور في وشه ودراعه اتقطع وخسر اعز اصدقائه وربنا يكون في عونه يعني. بيجي الليل والست العجوزه دي بتمسك تشينيتشي متلبس وهو بيحاول يسرق شويه ميه علشان يشربهم، ولسه هتصوت وتقول حرامي. راح الواد اعتذر منها قال لها انا مش قصد اضايقك او اعمل لك حاجه، انا بس عايز اشرب، بس ده ما يمنعش برضه ان اللي انا عملته ده غلط، فانا حاولت اخد الميه بدون اي اذن بس ما لحقتش ابل ريقي حتى. انا اسف، اوعدك ان ده مش هيتكرر تاني وما عطلكيش اكتر من كده. في رعايه الله يا حاجه. بيكون خلاص ماشي لكنها بتنادي عليه بتطمن على جرحه والواد بيقول لها الحمد لله انا كويس. وفي وقتها بيصعب عليها. دخلوا للبيت وبتضمد له جراحه وكانت خايفه لا يكون في حاجه اكتر من كده. لا فيك الخير وست طيبه الصراحه. دي كمان بتاكله وبتلبسه وبص بتروق عليه، كمان بتخليه يبات عندها وتاني يوم الصبح بتاخده معاها بتسوقوا شويه حاجات من السوبر ماركت. بيرجعوا بعدها للبيت وتمضي الايام واحدا تلو الاخر، وكل ما تشينيتشي يطلب منها ان يسيبها ويمشي ترفض وتقول له لا، لو حد كلمك قول لهم انك ابن اخويا، فالبشر هنا لا يرحبون بالغرباء اطلاقا. بيقول لها تمام يا ستي. وفي الليل بيحلم بميجي بيتكلم معاه، بيقوم مفزوع من النوم وميجي بيقدر يشكل عين صغيره. شينيتشي ادرك انه ما زال على قيد الحياه بس مش هيقدر يتكلم معاه. ما هو هيتكلم من عينه ازاي بس؟ العجوزه الطيبه بتقول له انت بتتكلم مع مين؟ نام يلا وبطل مرقعه. فبيقول لها حاضر. بنشوف احد القرويين بيجري وهو مرعوب بيهرب من كيان مخيف جدا. الكيان ده بيعوره في رقبته شكله كده يبقى جوتو. يا نهار ابيض، ده ايه اللي جابه للقريه ده وازاي عرف مكان شينيتشي بالظبط؟ والشكل كده في انه كبيره في الموضوع. وفي الصباح بيودع تشينيتشي العجوزه الطيبه وبيقول لها انه خلاص ماشي. بتقول له خد بالك من نفسك وما تنساش تبقى تزورني من فتره للتانيه. الواد بيقول لها تمام ولسه هيمشي بس اهل الحته بيمنعوه. بيقولوا له من ساعه ما انت جيت هنا والمصايب حلت علينا، اكوام من القمامه اترمت حوالين القريه، والحادث اللي حصل امبارح وحريقه الغابه، جريمه قتل كياتا وارعاب صديقه البارحه. ايوه انت اكيد مجرم وجاي هنا علشان تقتلنا كلنا. الراجل اللي كان بيهرب من الغابه امبارح بيقول لهم لا، اللي هاجمني ما كانش تشينيتشي ولا حاجه يا جماعه، ده كان كيان مرعب مش باين له اي ملامح، جسمه كله عباره عن انصال حاده ومخيف لابعد الحدود. الناس مش مصدقه بيقولوا له انت مجنون، كيان غريبه وبتنجانيه بالظبط، ابقى غطيها كويس يلا وانت نايم. وما حدش كان مصدقه. الوحيد اللي كان مصدقه هو شينيتشي اللي كان عارف ان كلامه كله حقيقي وانه يقصد جوتو هو اللي عمل فيه كده. الواد ابو جاكيت سموه خدهم للمكان اللي مات فيه صاحبه كياتا، واول ما وصلوا اتصدموا من اللي شايفينه. ايوه كياتا ميت مفروم. الكل كان في منتهى الحزن عليه. وبالليل العجوز الطيبه دي بتشوف تشينيتشي قاعد وشايل الهم، بتهديه وبتقول له ما تخافش يا عم، بكره جاي للقريه 15 صياد وان شاء الله يعني هيمسكوا الوحش ده وهيخلصوا عليه. لكن تشينيتشي قال لها مستحيل، ال 15 صياد دول ولا هيعملوا معاه اي حاجه، مش هيقدروا يقتلوه ويسببوا له جرح واحد حتى. قالت له اللي انت بتقوله ده في ايه يا تشينيتشي مالك؟ هو انت شفت الوحش ده قبل كده؟ بيقول لها شفته بس ده هو جاي هنا اصلا علشان يخلص عليا، جاي لانه بيستهدفني وعاوز يقتلني. الكرويين كان معاهم حق، انا السبب في اللي بيحصل لكم ده. العجوز افتكرت انه بيهرج وما اقتنعتش بكلامه، لكنه قال لها لا انا ما بهزرش، انا اللي جبت الوحش ده لقريتكم، اهربوا وما حدش يتدخل فهو عاوزني انا. الست زعقت معه وقالت له ما تبقاش مستهتر كده، فانت لازم تحافظ على حياتك اللي اصحابك ضحوا علشان يحموها. شينيتشي فعلا بيفتكر تضحيه ميجي علشانه وبتصعب عليه حاله، بيتخذ قراره
وبالفعل بيقول لها انا هقتل الوحش ده النهارده بالليل، وان ما رجعتش قبل الصبح فاعرف اني خلاص مت، وما تبعتش اي صياد يدور عليا، لان لو الوحش كان لسه عايش فهيموت بطريقه بشعه على ابعد الحدود. الست بتقول له تمام يا عم، والواد بيشد السنجه المصديه دي وبينطلق من اجل هزيمه جوتو. يا ترى هتعمل ايه يا تشينيتشي؟ بس الست الطيبه بتتمنى له التوفيق وانه يرجع سالم غانم معافى، وبتقول له ربنا معاك يا ابني، توصل بالسلامه. وبالفعل بيتوجه تشينيتشي للغابه رغما عن آلامه والمأساة اللي حصلت له من 6 أيام فاتوا. بيفضل ماشي يكلم في نفسه ونفسه تكلم فيه. اتجنن يا عيني. صوت جواه بيقول له حافظ على حياتك وارجع أحسن لك، وصوت تاني بيقول له هتسيب الناس الغلابة دي تموت بسببك، هتسيبهم يموتوا بسبب انك جبت وحش فتاك يقتلهم. بيقرر يسمع للصوت التاني، وفي هذه اللحظة كان الشر المطلق يقبع بداخل الظلام وحيدا، وهو جوتو يا جماعة. تشينيتشي بيقرب منه بحذر وكان خايف، والطفيلي كان نايم وتشينيتشي متلخبط وقلبه اتقسم نصين. نص بيقول له بيدو هو نايم وخلص عليه وخده على اخوانا زي ما خدك على اخوانا، والنص التاني بيقول له يا غبي اياك تعمل كده، ما انتش حاسس ان حواسك بقت اقوى؟ ممكن ده يكون ميجي لسه عايش جوه جسمه، فكر كويس يا صاحبي. الواد بيزهق من الانتظار وبينزل بالسكينه على هذا الوحش الجبار، وجوتو بيفوق ومش بيكون شايف اي حاجه حواليه، فقط حاسه البصر وبيدور على الواد في كل مكان. وتشينيتشي بيتشجع وبيقوم عليه، بيقول له اي نعم انا ممكن اكون اضعف منه بكتير من ناحيه القوه الجسديه، بس هو اتصاب بالعمى خلاص وما عادش بيشوف، دلوقتي انا اقدر اقضي عليه بسهوله، وخصوصا اني شايف في الظلام بوضوح. كمان بيفتكر كلام الجده الطيبه وبيدخل على الوحش هيان، بينط له من فوق الشجره وبيولع الكلام، وبوم ابلع يلا. بيحاول يغرس رمح في دماغه ولكن جوتو قدر يوقفها بسهوله. بيهزق بيه وبينطر لبعيد، والواد بينادي على ميجي، قال له خلاص يلا ميجي ما عادش موجود، ده خلاص مات وانت هتحصله هنا ودلوقتي، فالمره اللي فاتت انت طلعت تجري زي الصرصور وانا سيبتك بمزاجي، بس النهارده مش هتفلت صدقني. شينيتشي وقتها بيتعصب جامد وبيرزع بوكس جامد في بطنه، بس هو انت بتعمل ايه يلا؟ ده وحش فتاك. بيقول له ايه اللي هيقدر يعمله مجرد بشري وضيع جبان زيك كده؟ ما الذي تقدرون عليه انتم البشر؟ الواد ما بيردش عليه، وبوم بياخد واحده بالطياره لبعيد، بيجيب دم من بقه ومش بيقدر يقف على رجليه. جوتو بيقرب منه خلاص، والواد بيفتكر كلام الجده الطيبه وانه لازم يدي كل حاجه وقتها. كمان بيفتكر كلامه مع الاستاذه تامية ريوكو وبيعرف نقطه ضعفه، بيدور على اي حاجه كويسه حواليه وما بيلاقيش غير الخشبه دي. بيقول لنفسه انا دلوقتي لو مسكتها وحاولت استغل الجرح اللي في ظهره هيقتلني قبل ما اقف على رجليا، ده فرصه نجاحي هتكون منعدمه، لكن لو ما حاولتش فكمان كام ثانيه هموت ومش هيبقى ليا اي اثر. لكنه بيقرر ياخد المخاطره، بيفوق نفسه هوب بيمسك الحديده وبيرشقها فيه، بيصيب الهدف بالفعل، وابن الهرمه جوتو بيحاول يخلص عليه، لكن تفتكر انه هيعرف. لا 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 والله، شينيتشي بيهرب وبيستخبى خلف الشجره، مش بيكون قادر ياخد نفسه، بس عاش عليك لحد كده ياض والله. بيدرك وقتها انها نهايته خلاص، وبدون مقدمات جوتو بيهجم عليه، بيقطع الشجره من حواليه. الواد متشحتف حرفيا وبيجهز نفسه علشان خلاص يقتله، لكن واحد من الطفيليات اللي معاه بيعصبه، وعارف ده مين؟ ايوه هو ده ميجي يا جماعه. شينيتشي كان فقد الامل خلاص وتقبل الامر الواقع، وجوتو هو كمان قدر يخضع لميجي لسيطرته، وبيهجم على الواد علشان ينهي المهزله دي. الواد بينطق الشهاده لكن هيموت وميجي موجود. لا والله ده جمدان عدى كل الحدود، ولو مش مصدقني اسال ابو داوود. ايوه لسه عايش يا زميلي. بيصد هجمه جوتو بسهوله وبيرجع لجسم تشينيتشي من تاني. الواد حرفيا ما كانش شايف حاجه قدامه، مش مصدق ان ميجي لسه عايش والدموع بتنزل من عينيه. ميجي قال له خلاص يا واد ما تعيطش، انا زي الفل قدامك اهو ما جراليش اي حاجه. بيمدحه على شجاعته وتصدي لجوتو خلال الفتره دي، وبيقول له عاش عليك جامد يا ابو الصحاب، اركن ظهرك بقى واتفرج هعمل لك في ايه. جوتو بيتألم، بيطلع ان باقي الطفيليات اللي منهم ميكي بيعصوا اوامره، عاوزين يتحرروا من سيطرته. جوتو بيحاول يمنعهم، مفيش فايده، محدش راضي يسمع كلامه، خلاص دي نهايته. جسمه بيتفرتك حبه بحبه، ومع ذلك ابن الهرم مش عاوز يستسلم. حقده ورغباته الدفينه في اكل البشر منذ البدايه اتراكمت جواه وصنعت آلة حرب فتاكه، من الصعب بل من المستحيل هزيمتها. تامية ريوكو هي اللي صنعته من الاساس، بس دلوقتي خلاص ابلع يلا. وبوم بياخد واحده اطاح به ارضا. اخيرا عملتوها يا رجاله، عاش عليكم يا شباب والله. بياخدوا بعضهم وبيمشوا، وميجي بيعرفوا ان كل ده حصل بسبب السموم اللي دخلت جسمه من الحديده الصغيره. شينيتشي بيقول له في ايه يا عم انت بتهزر ولا ايه؟ هي شويه زباله ممكن تقتله؟ بيقول له يا عم اكيد دي فتاكه جدا ولولاها
وقتها ما كانش زماننا قادرين عليه، فالحمد لله على كل حال يعني. لكن بيرجعوا المكان مقتل جوتو وبيتصدموا ساعتها. ايوه ده بيحاول يجدد جسمه ويرجع من تاني. يا حلاوه، هو احنا مش هنخلص من ميتين امك ولا ايه؟ ميجي هو كمان بيستعد للقضاء عليه، لكنه بيغير رايه بعدها. بيقول له ده واحد من بني جنسي، لو قتلته دلوقتي هبقى زي المجرم بالظبط، فخلص عليه انت يا عم تشينيتشي. نعم انت بتهزر ولا ايه يا عم انت؟ بيقول له لا مش بهزر ولا حاجه، اتعامل انت يا صديق علشان ما احسش بتأنيب الضمير. تشينيتشي بيسمع كلامه وبيشيل السكينه وبيبص عليه ويتذكر كلام تاميا ساعه ما قالت له انهم كائنات ضعيفه ومش لازم يؤذوها. بيفكر في الموضوع شويه وبيقول حتى لو كان وحش فانا مش لازم اذيه، ما اقدرش اذي روح بتسعى للنجاه جاهده. جايز بيكرهنا كره العمى بس اكيد ليه لازمه في الحياه، اكيد بيفيد البشريه باي طريقه ممكنه. علشان كده انا هسيبه للاحتماليه اللي انت قلت عليها يا ميجي، وسواء عاش او مات فاحنا هنتعامل معاه. لا ارمي الكلام اللي انا لسه قايله ده في الارض. بيرفع السكينه وهي واحده بتخلص عليه. اهل القريه في الوقت ده بيلاقوا جثه الوحش مقتول في الغابه، والست العجوز بتشوف السكينه بتاعتها محطوطه قدام الباب. بتعرف وقتها ان تشينيتشي هو اللي خلص عليه. جامد يا ابني والله. بتفرح جامد من اللي عمله، وتشينيتشي بياخد نفسه وبيمشي وبيخلص اليوم على كده. وبعد فتره بتتحسن الاوضاع في المدينه، والطفيليات اللي ما زالت على قيد الحياه اتعودت تاكل الاكل البشري عادي وتحافظ على هويتها في سريه تامه. الوضع بقى فل الفل. ووقتها تشينيتشي كان نايم في سريره، لما بيفوق مش بيلاقي ميجي جنبه. بيدرك وقتها انه ما عادش موجود، خلاص مات يا اصدقائي. بيكون في منتهى الحزن عليه، وبعدها بفتره بيتقابل مع حبيبته مورانو، بيتفسحوا بيذاكروا بيهزروا بيقضوا اليوم بسعاده، والوضع تمام التمام. بس هل الاوضاع هتفضل تمام؟ لا والله. تشينيتشي بيشوف المجرم صاحب القدرات الخاصه وبيروح وراه، ابن الهرم بيغفله على طول. بيخطف مورانو وبيهرب بيها، وتشينيتشي حاول يلحقه بس الاسانسير قفل عليه. بياخدها فوق السطح وبيلاقوا المستر ده مع حبيبته فوق هم كمان. الراجل المحترم لسه رايح يقول له ما يصحش اللي انت بتعمله ده، ارمي السكينه، ولكن هو بيشمط. واحده بتقول له ريح يا خينا. بيقتل حبيبته هي كمان، وكده ما فاضلش غيرك يا مورانو. تشينيتشي بيوصل اخيرا وبيلاقي البنت وحبيبها مقتولين. بيدور على المجرم وبيقول له ما تاذيهاش، لا سيبها تمشي وانا معاك اهوت واعمل اللي انت عايزه فيا، بس بالله عليك سيبها تمشي، دي بنت غلبانه ملهاش ذنب في اي حاجه. الواد بيقول له تمام هسيبها لو جاوبتني على الاسئله اللي في دماغي دلوقتي. ليه انا مختلف عنكم انتوا البشر؟ انا ما بقدرش اتحكم في مشاعري، مش عارف السبب. يعني الوحوش بتقتل البشر علشان البشر عاوزه تاذيها، لكن انا يا صاحبي مختلف. انا بتمزج بالموضوع ده، ما اقدرش اعدي اليوم من غير ما اقتل 10 15 واحد على الاقل. تعرف العالم ده مش محتاج للوحوش ابدا. لا عارف ليه؟ ده لاننا احنا البشر اتخلقنا علشان القوي فينا ياكل الضعيف. مش في دماغك لا، ولكنه في مكان تاني جواك، مش كده ولا ايه يا تشينيتشي؟ تشينيتشي بيقلق منه، مش عارف ازاي هو اصلا عارف كل الكلام ده. بينكر انه يعرف حاجه عن الموضوع، ولكن المجرم بيسال مورانو عن ما اذا كان في ندبه في اي جزء من اجزاء جسم تشينيتشي. مورانو فعلا بتفتكر الجرح اللي في صدره، بتعرف ان كلام المجرم ده صح. تشينيتشي فعلا جزء منه تحول لوحش، ده اللي المجرم القاتل عاوز يوصله لها. الواد بيقول له ايوه معاك حق يا عم، انا نصي بشري ونصي طفيلي، مش ده اللي انت عاوز تسمعه؟ يلا سيبها تمشي. وقتها المجرم بيبتسم بخبث يقول له هو سيبها تمشي؟ ده عند امك يالا. تشينيتشي بيتجنن عليه، ومورانو بتقول له ما تسمعش كلام الحقير ده، انا مش خايفه منه لا، فاحنا الاتنين سوا عدينا بحاجات اصعب من كده بكتير. انت كنت مذهل لما انقذتني من شيما ده، بجد انت احسن واحد عرفته في حياتي، وانا كنت مبسوطه اني عرفتك يا تشينيتشي. المجرم بيضحك لها وبيقول لها لا ايه الحلاوه دي يا بت، طلعت مش جميله شكلا وبس، لا ده انت كلامك زي السكر اهو، بس تفتكري بقى اني هسيبك تكملي حياتك مع اللي بتحبيه؟ البنت مرضتش ترد، بتبص لتشينيتشي وبتطلب منه يسيبها ويمشي، وبتقرب السكينه على رقبتها. المجرم منتشي على الاخر ووصل لقمه الذروه ساعتها. تشينيتشي بيركض عليه في مشهد اسطوري، والقاتل بيزقها علشان تقع، وكمان بيدخل عليه بالسكينه علشان يقتله، بس هي واحده في الثانيه بيكسر له صف اسنانه وبيمد ايده لمورانو علشان يلحقها، ولكنك اتاخرت يا صاحبي. تشينيتشي اتكسر، ما عادش عارف ليه الدنيا بتعمل مع كده. حاله يقول بما التعلل لا اهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. الواد متدمر يا عيني، بيقول انا ليه بيحصل معايا كده؟ ليه لازم اللي بحبهم يموتوا في الاخر؟ لماذا اخسر دائما؟ بيتذكر ذكرياتهم سوا، وبيكون في منتهى الحزن على فراق محبوبته مورانو، الفتاة التي لطالما احبها من صميم قلبه. ميجي وقتها بيطلع له في ذكرياته، بيقول له بطل كآبة يلا يا ابن الكئيبة، فتح عينك كده، ويا الهي ما الذي اراه. ده ميجي رجع اتحكم في ايده وساعده وقدر ينقذها. يا ابن اللعيبة. تشينيتشي بيسحبها
عمل فوق والحمد لله، البنت كويسه وما فيهاش اي حاجه، وده طبعا كله بفضل ميجي. الشرطه وقتها بتوصل للمكان علشان تطمن عليهم، ومن هنا بينتهي الانمي بتاعنا. حرفيا الانمي جميل بكل معنى الكلمه، عشنا مع صراع كبير بين البشر والطفيليات، ازاي يتعاملوا، ازاي الشخصيات طورت من شخص ضعيف بائس لشخص قوي محدش يقدر عليه، فرحنا مع بعض، زعلنا مع بعض، وبجد كانت من افضل الحكايات اللي استمتعت وانا بلخصها. علشان كده لو عجبتك الحكايه ما تنساش تدينا اللايك والاشتراك في النهايه. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.